بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلبة ثالثة ثانوي في مراجعة ليلة الامتحان. شباب، على فكرة المراجعة دي هتتضمن كل الجرامر اللي احنا درسناه إن شاء الله المرحلة الثانوية كلها، وهناخد اهم الكلمات واللانجوج نوتس، وبعد كده في فيديو تاني اعمل لكم القصه ملخصها لكم في 20 سؤال تقريبا، وبعد كده فيديو بقى اللي انت الصبح قبل ما تروح الامتحان ممكن تتفرج عليه. هو مجموعه من الاسئله المتوقعه جدا جدا للامتحان ان شاء الله، وربنا يوفق، وباذن الله الامتحان ما يخرجش من المراجعه اللي احنا عاملينها باذن الله. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه دلوقتي بناخدها الجرامر ريفيجن. اول قاعده قاعده يوزد تو، طبعا كلكم عارفينها. يوزد تو معناها اعتاد ان. يوزد تو معناها اعتاد ان. طيب ليها ثلاث حالات، يلا بينا نشوف كده. لو بدات بفاعل عاقل، يعني لو بدات الجمله بفاعل عاقل، فاعل عاقل انسان، يعني بعد كده يوزد تو، بعد كده الفعل في الانفينيتيف يا شباب، يعني المصدر بدون اضافات. يلا نقول تاني. فاعل عاقل لو السبجكت، بعد كده يوزد تو بلس انفينيتيف، وهي تعتبر عاده في الماضي وانتهت. عاده في، يعني مثلا لو واحد جه بيقول مثلا انا اعتدت ان انا ادخن لما كنت صغير، عاده في الماضي وانتهت خلاص، فهيقول I used to smoke. I used to smoke. احنا مش عايزين نلوك كتير في الجمل، ولكن ناخد الرول بس وخلاص عرفناها. تاني نقطة، لو بدأت برضو الجملة بفاعل عاقل وبعد كده used to جاء قبلها verb to be أو verb get. يا شباب ناخد بالنا هنا بقى ايه، بعد الفاعل العاقل verb to be أو get، بعد كده used to، في الحالة دي بيأتي بعدها فعل في الاي ان جي أو النون. دي مهمة. يبقى used to لها قاعدتين لغاية دلوقتي. لو جاء قبلها فاعل عاقل يبقى used to plus infinitive. طب فعل عاقل بعد كده فيرب تو بي، طبعا احنا عارفين فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار او ووز او وير، وفيرب جيت اللي هي جيت او جات. بعد كده يوزد تو لازم يجي بعدها فيرب في الاي ان جي او النون. كل سنه والتانيه تيجي الجزئيه بتاعت الاي ان جي، بس السنه دي بنتوقع بقى ايه، ان يجي نون. طالما عطاك نون بعد يوزد تو يبقى لازم يوزد تو قبلها فيرب تو بي او فيرب تو جيت، ومعناها هنا في الحالة دي عادة وما زالت مستمرة. يلا نشوف النقطة الثالثة. بس قبل ما ننتقل للنقطة الثالثة، لو أنا بدخن وما زلت في التدخين أقول إيه؟ I am used to smoking. I am used to smoking. يبقى هنا فعل في الاي ان جي. ما انا ممكن اقول برضو حاجة تانية على النون، انا اعتدت على السجاير مثلا، ده نون. يبقى I am used to the cigarettes. يا شباب يبقى ناخد بالنا النون يبقى لازم used to يجي قبلها verb to be او verb get. يلا نشوف النقطة الثالثة. غير عاقل بقى. غير عاقل لازم بعد منه فيرب تو بي ويوزد تو، بس يوزد تو هنا مش معناها اعتاده، اللي بيعتاد العاقل بس معناها يستخدم، ودي في الحاله دي بتبقى باسيف، الجمله مبنيه للمجهول. يلا بينا نشوف المثال اللي يوضح لي الكلام دهوت. بس قبل ما ننتقل لمثال ولا حاجه، يلا بينا نفكر مع بعض، هي يوزد تو بتساوي ايه؟ بتساوي وود. احنا عارفينها، كلنا عارفينها. يوزد تو معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي ودلوقتي ما بيعملوش. بتساوي وود يبقى عادة في الماضي واستمرت مرات ومرات. عادة في الماضي واستمرت مرات ومرات. طب هل يا جماعة اقدر انفي يوزد تو؟ طبعا انفيها بديدنت يوز تو. طب هل وود تتنفع؟ لا ننفي وود بديدنت ابدا، ولكن ممكن استخدم ايه؟ وود نيفر. واحد يقول لي لا يا مستر احنا عارفين ان وود ما تستعملش في النفي، لما بيكون عندي ما يكون معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي وخلاص انتهى. يا حبيبي ما بستعملش didn't، بس ممكن استعمل never. طب يلا نشوف امثله. I didn't used to play football when I was young. انا لم اعتاد ان انا العب كرة قدم عندما كنت صغيرا. شباب انا ممكن انا استعمل would. يقول لي يا مستر ما تنفعش didn't would. ايوه ما تنفعش didn't would، بس تنفع would never. بس تنفع ايه؟ would never. يبقى اقول I would never play football when I was young. ودي كتير قوي من الطلبه ما يعرفهاش. يقول لي يا استاذ احنا عارفين في فرق ما بين used to would. ايه يا مستر؟ ان would ما تنفعش ولا في النفي ولا في السؤال ولا مع افعال الحاله، ولا وود ما تنفعش مع
نفي ولا سؤال ولا مع افعال الحاله. ايوه ما تنفعش بالنفي لما يكون قبلها didn't، ما تنفعش يجي قبلها didn't، ولكن ممكن بعدها never. يلا بينا نشوف مجموعه من الاسئله، والسؤالين دولت مهمين جدا يا جماعه. I، يلا عايزين نختار used to، am used to، getting up early when I was young. شباب لو بصينا مع بعض في الجملة دي، ايه اللي جه بعد القوس؟ getting، فعل في الاي ان جي. طب ومين اللي بيجي بعد منه فعل في الاي ان جي؟ هل used to ولا am used to؟ احنا اتفقنا am used to هي اللي هيجي بعدها فعل في الاي ان جي، وبتعتبر عادة وما زالت ايه؟ مستمرة. انا اعتدت ان ادخن عندما كنت صغيرا وما زلت. يلا بينا نشوف المثال التاني. I used to أو got used to the cold weather. يا جماعة واحد يقول لي يا أستاذ the cold weather هنا، أقول له ناون. طب مين اللي بيجي وراها ناون؟ used to ولا got used to؟ لا، هتبقى got used to. احنا اتفقنا used to يأتي بعدها infinitive، أما got used to يأتي بعدها يا إما verb في الاي ان جي أو النون. يلا نشوف النقطة التانية المهمة جدا. suggest و recommend و advice. suggest و recommend و advice، التلاتة دولت لو جه وراهم فعل لازم يجي في الاي ان جي، ما ننساش المعلومة المهمة دي. أما suggest و recommend و advice لو جه وراهم فاعل subject، يعني السبجكت ده يعني فاعل أو ذات وفاعل، في الحالة دي يأتي بعدها فعل في المصدر infinitive أو should و infinitive. نقول تاني المعلومة الجميلة دي. suggest و recommend و insist يأتي بعدها مباشرة فعل في الاي ان جي، يعني الثلاث افعال دولت وراهم فعل في الاي ان جي مباشرة. طيب لو جاء بعدهم فاعل، في الحالة دي بختار الانفينيتيف او should وانفينيتيف. يلا بينا نشوف مثالين كده صغيرين ونفكر مع بعض. I suggest، عايزين نختار do، doing، does، some running. انا عايز اعمل شويه جري كده، اجري شويه. انا عندي suggest يا جماعه، جا وراها ايه على طول؟ الفعل. طالما جا وراها الفعل يبقى لازم اختار الفعل المضاف اليه اي ان جي. فعلا هتكون doing هي الاجابه الصحيحه. طب يلا نشوف المثال التاني. I suggest that he do، doing، does some running every morning. شباب هنا suggest that وبعدها he، طالما عندنا he ده subject يبقى يا شباب لازم يجي بعدها infinitive. لازم يجي بعدها ايه؟ infinitive او should و infinitive. هنا طبعا الاختيار هيبقى do. قاعدة هامة جدا متوقعة في امتحان السنة دي ان شاء الله، قاعدة object to و look forward to. شباب على فكرة كلنا لما بنشوف تو بنقول بيجي وراها infinitive. اقول له لا يا حبيبي، احفظ لي بس object to و look forward to يجي بعدهم being plus pp، ودي تعتبر حالة الباسيف. بس احنا دايما بنقول في الامتحان بيجي لنا object to و look forward to، يبقى لازم اختار وراهم ايه؟ being plus pp. واحد يقول لي لا يا استاذ احنا عارفين بقول to be، ما بقولش to being مثلا. اقول له لا يا حبيبي، في object to و look forward to، هنا في عندك to بس لازم احط بعدهم being plus pp. يلا نشوف مع بعض المثال. I object to treat يعني يعامل، treating، be treated، being treated badly by any one of my neighbors. طبعا احنا عارفين object to معناها يعترض على، و look forward to يشتاق الى او يتطلع الى. طب يا شباب هنا هختار ايه؟ يلا نفكر مع بعض. واحد يقول لي ايوه يا مستر انا عندي object to، اقول له تمام حبيبي، بيبقى بيجي بعدها على طول being بلس بي بي. ليه؟ اصل الجمله هنا باسف. على فكره انا بعترض ان انا اتعامل بسوء بواسطه اي حد من جيراني. اتعامل بسوء، مش انا اللي هعامل، لا انا اللي هتعامل بسوء. تمام، يبقى عرفنا دلوقتي object to و look forward to بياتي بعدها being بلس بي بي. يلا نشوف بقى الحته اللي جايه المهمه جدا دي. خد بالك الكلمات التاليه لازم يجي وراها فعل مضاف اليه اي ان جي. كل سنه بتيجي في الامتحان.
بس طبعا مش اي كلمات بحفظها بقى، لا نظبط الكلمات دي مع بعض. can't help معناها لا اتمالك نفسي من. واحد قال لي نكتة فاروح قايل I can't help laughing. can't stand يعني لا اطيق، اقول لواحد I can't stand seeing you. can't bear ما هي can't bear معناها لا اطيق برضو زي can't stand. no good no use لا فائدة من. واحد ضاع منه الموبايل عمال يعيط اقول له no good crying no use crying. risk يخاطر. practice يمارس. avoid يتجنب. deny ينكر. keep يستمر فيه او يحافظ على. appreciate متوقع السنة دي يجيب لي كلمة appreciate، لازم اعرف بيجي بعدها مباشرة فعل في الاي ان جي. يا جماعة appreciate يعني يقدر. ايضا عندي كلمة tolerate to. tolerate to يعني يعني يسمح ب او زي كلمة allow. على فكرة allow يجي بعدها فعل في الاي ان جي مباشرة، شرط ما يجيش وراها me ولا us. ما ينفعش اقول allow me واي ان جي، لا allow وفعل في الاي ان جي على طول من غير me ومن غير us يعني من غير object. permit يسمح. involve يتضمن. postpone يؤجل. confess يعترف زي admit يعترف. وon up to. شباب بالله عليكم احفظوا الافعال دي ان شاء الله هتيجي منهم واحده في الامتحان باذن الله، واختار وراها الفعل اللي في الاي ان جي مباشره. خد بالك من هذه الجمله متوقعه في الامتحان. جمله متوقعه، ايوه ان شاء الله متوقعه في الامتحان. لو انا جيت قلت لك اختار كان ولا could، should ولا must. you interrupt me. interrupt يعني يقاطع. while I am working please wait till I finish. يلا لو سمحت معاك بالظبط 5 ثواني فكر وقول لي هتكون الإجابة إيه. في واحد يقول لي يا أستاذ أنا ترجمتها، أنا عايز أقول إيه؟ هو أنت لازم تقاطعني بينما أنا بشتغل؟ انتظر حتى اخلص. هو انت لازم تقاطعني؟ ده في الحالة دي يا جماعة اما اقول له هو انت لازم تعمل كده، هو انت لازم تعمل الشيء ده، هو استعمل ماست على طول. فعلا دي جملة متوقعة في الامتحان. واحد يقول لي طب ليه ما تنفعش كان، او ليه ما تنفعش كود، او ليه ما تنفعش شود؟ حبيبي انت لو فهمت الجمله والنص التاني منها هيبين لك فعلا ان انا عايز اقول هو انت لازم تقاطعني وانا بشتغل، من فضلك انتظر حتى اخلص. يبقى الاجابه هتبقى ماست. مهمه جدا يا جماعه. ايضا في سؤال متوقع اللي هو must be. واحد يقول لي must be و should be و need to be و is to be. يا حبيبي معناها يجب ان، معناهم يجب ان. بس غالبا ما اللي هتجينا في الامتحان مش must be ولا should be ولا need to be، اللي هي is to be. is to be لا دي مهمة. is to be يعني ايه يا مستر is to be؟ يعني يجب ان. طب ما نشوف مع بعض. to establish. to establish يعني لتأسيس. justice العدالة. the law القانون. needs to ولا must ولا needs ولا is to be obeyed. obeyed يعني يطاع. القانون لازم عشان نحقق العدالة ونأسس العدالة لازم القانون يطاع obeyed and carried out by all. carried out يعني ينفذ. carry out يا جماعة انتوا عارفينها، carried out معناها ينفذ. يبقى القانون لازم ايه يا شباب؟ ينفذ. يبقى هنا يا ترى هختار انه ده فعل مبني للمجهول، مش القانون هو اللي بينفذ، لا القانون هو اللي هيتنفذ. يا جماعة دي جملة مهمة جدا على فكرة. الإجابة هتبقى is to be بمعنى يجب أن، بس في حالة المبني للمجهول. القانون مش هو اللي هيطيع ولكن القانون اللي هو هيطاع. يبقى to establish justice. to establish justice the law is to be obeyed and carried out. يعني carried out ينفذ by all. يلا نشوف قاعدة مهمة برضه متوقعة في الامتحان. دي متوقعة بنسبة كبيرة قوي ان شاء الله. don't let yourself. ايه يا مستر don't let يا حبيبي؟ don't let yourself دي في حالة الباسف لازم يجي بعدها be plus bb. طب ما نقولها تاني. اول ما تلاقي في بداية الجملة
don't let yourself حبيبي اختار على طول be plus pp. لا دي متوقعة وبنسبة كبيرة إن شاء الله. أول ما يقول لك don't let yourself في أول الجملة على طول اختار وراها إيه؟ be plus pp. طب ما نشوف مع بعض. don't let yourself عايزين نختار يا جماعة. don't let yourself إيه؟ laugh, laughing, to laugh, be laughed at by your friends. يعني انا عايز اقول له ما تسمحش لاي حد من زمايلك يضحك عليك او يسخر منك. يبقى don't let yourself حبيبي اول ما الاقي don't let yourself اختار be plus pp. يبقى الاجابه بتاعتنا هنا be laughed at، ودي جمله متوقعه في الامتحان ان شاء الله. يلا بينا نشوف النقطه اللي بعد كده. جماعة ناخد بالنا عند تقديم عرض مساعدة لأي حد. أنا بعرض مساعدة، أنا عايز أساعدك أشيل لك الشنطة بتاعتك، أنا عايز أساعدك في حل الواجب. شباب دايما أقول shall I وراها الانفينيتيف. shall I احفظها بقى. shall I ممكن أقول shall I help you with your heavy bag. يعني ممكن اساعدك في ان انا اشيل لك الشنطه التقيله اللي معاك. يبقى shall I help you with your heavy bag. على فكره يا جماعه اما اجي اساعد او اعرض المساعده دايما اقول shall I. يلا احفظ دي الحته السهله الجميله دي shall I. ننتقل الى الفرق ما بين الجملتين. شباب بالله عليكم نركز قوي قوي في الجملتين دول. I am completely exhausted as I. احنا عارفين completely معناها تماما، exhausted يعني مرهق. انا تعبان جدا ومرهق جدا، مرهق تماما. as يعني لان، يعني because. I يا ترى اختار have been working, had been working hard all day today. واحد يقول لي يا استاذ طب اديني 5 ثواني يلا افكر الاول. هنختار انه يا ترى present perfect continuous ولا past perfect continuous. واحد يقول لي طب ايه اللي خلاني اختار الكونتينيوس المستمر؟ حبيبي ما انت عندك فتره زمنيه في الجمله. معظم الطلبه يلاقي فتره زمنيه في الجمله اقول له اوعى تنسى لازم هتختار الفعل المضاف اليه اي ان جي. بس شرط ان الفعل يتحط له اي ان جي. يعني يقول لي هو في افعال ما يتحطلهاش؟ طبعا افعال الحب والشعور والكراهيه والمعرفه والادراك والفهم. يعني مثلا كلمه نو يعرف، نو ما ينفعش اقول knowing يبقى ما تنفعش دي في الاي ان جي. ولكن لو الفعل يتحط له اي ان جي عادي ما فيش مشكله. عندك فتره زمنيه في الجمله؟ ايوه يا مستر في فتره زمنيه all day today. هنختار فعل في الاي ان جي يا اما present perfect continuous يا past perfect continuous. بالله عليكم ركزوا في الجمله دي. طب يا مستر هختار present او past بناء على ايه؟ يا حبيبي بناء على اول كلمتين في الجمله. I am. ايه ده؟ ايام هو ام هنا مضارع ولا ماضي؟ ام. ايوه فعلا بريزنت ده مضارع، فعل مضارع. الله طب بس الجمله الثانيه هي بس انا عندي اي ووز. الجمله الثانيه تقريبا هي يعني، بس في عندي يا حبيبي ووز هنا ماضي. طب يعني معنى كده يا مستر انت عايز تقول ان المضارع يحب المضارع؟ طبعا، والماضي يحب الماضي. يبقى هنا I am هختار present perfect continuous فعلا have been working. طب ما نشوف الجملة التانية. I was completely exhausted as I have been working hard all day yesterday. حبيبي مش أنا عندي I was ماضي. احنا عارفين الماضي يحب الماضي. اوعى تنسى القاعدة دي قاعدة ثابتة. لو عندك فعل واحد ماضي في الجملة يبقى كل الأفعال اللي بعد منه ماضي. هنختار انه فعلا had been working. had been ليه يا مستر past perfect continuous؟ حبيبي احنا اتفقنا ان ال past perfect continuous ده بنختاره لما يكون الايه الجمله فيها فعل ماضي زي was وفي فتره ايه زمنيه. يلا بينا نشوف مع بعض الحته المهمه اللي جايه اللي كل سنه والتانيه تيجي في الامتحان. الاستنتاج يا جماعه deduction. بستنتج انا بستنتج. طب هو في الاستنتاج يعني مثلا حد مثال لو جيت قلت مثلا محمد امبارح ما حضرش الدرس مثلا ليه؟ انا هستنتج ده كان مريض.
يبقى في الاستنتاج لازم استعمل ايه؟ لازم استعمل must have plus pp، معناها بالتأكيد انه تم كذا. can't have plus pp، وده النيجاتيف على فكرة الفكرة بتاع must have، يبقى must have نفيها ايه؟ اوعى تقول لي must، يا جماعة ما عليناش mustn't، لما تلاقي mustn't كده تسيبها ما تختارهاش. امال اختار ايه؟ can't يا حبيبي. طيب ممكن استعمل might have plus pp، او اما اقول ربما. يبقى في الاستنتاج بستعمل 3 حاجات. انا بستنتج، ايوه، must have plus pp، can't have plus pp، might have plus pp. بالله عليكم اوعوا تنسوا درس الديدكشن ده، الاستنتاج بستعمل فيه 3 حاجات. ايه هي؟ must have plus pp، can't have plus pp، might have plus pp. معاك ورقة وقلم وبتسجل المعلومات دي عشان ما تنسيهاش. يلا ناخد بقى مثال مع بعض. The flat door isn't broken، باب الشقة مش مكسور. The thief اللص. يا ترى must، can't، mustn't have entered through the kitchen window. انا بقول باب الشقة مش مكسور، يبقى اللص بالتأكيد ان هو دخل، بالتأكيد ان هو دخل من ايه؟ من الشباك بتاع المطبخ. جماعة فين كلمة بالتأكيد؟ فعلا must have، ايوه must، واعطيني هنا have، واعطيني هنا ايه؟ have. شباب اللي عليكم نركز، الاستنتاج must have plus pp، can't have plus pp، might have plus pp. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده. اعطاء النصيحة في الماضي ندم. يعني ايه اعطاء النصيحة؟ واحد امبارح ما ذاكرش، حبيبي كان يجب انك تذاكر امبارح. واحد امبارح ضيع وقته، لا ما كانش يجب انك تضيع وقتك. يعني هي يعني احنا عارفين شود يا شباب، هي شود دي لها ماضي؟ ايوه يا حبيبي لها ماضي. شود دي نصيحة في المضارع، اما شود هاف او اوت تو هاف ده الماضي. واحد يقول لي دي معلومة جديدة ما كنتش اعرفها. شود الماضي منها شود هاف بلس بي بي، فعلا. اوت تو برضه معناها يجب ان، نصيحة في المضارع. طب الماضي بتاعها اوت تو هاف بلس بي بي، معناهم ايه بقى الاتنين دولت؟ كان يجب ان ولكن لم افعل. اخد بالك بقى من، انا عايزك بس تعرف المعنى. should have plus bb، كان يجب ان ولكن لم تفعل. طب ايه النفي بتاع should have و ought to have؟ النفي يا جماعه shouldn't have plus pp و oughtn't to have plus pp. ما كانش يجب عليك ولكنك فعلت، ما كانش يجب تضيع وقتك بس انت ضيعته. يا شباب بالله عليكم نركز، ده اعطاء النصيحه عن الماضي، عمال اقول لك ماضي past. should have plus pp، كان يجب عليك بس انت ما عملتش. ought to have plus pp، كان يجب عليك بس انت ما عملتش. والنفي بتاعهم shouldn't have plus pp، oughtn't to have plus pp. ممكن اقول برضو needn't have plus pp. التلاتة دولت shouldn't have، oughtn't to have، needn't have plus pp، معناهم ايه بالعربي؟ لازم اعرف معناهم بالعربي. ما كانش يجب بس انت فعلت. يلا نشوف المثال اللي معانا دلوقتي. You got low marks، انت جبت درجات قليلة. انت ما كانش يجب انك تضيع وقتك امبارح. على فكرة انا بنصحه you shouldn't have wasted your time yesterday. ليه يا مستر استعملنا shouldn't have؟ انا بقول له ما كانش يجب انك تعمل كده بس انت ضيعت وقتك، عملت. ما كانش يجب ولكنك فعلت. يا شباب بالله عليكم لازم نعرف، اما ادي نصيحة لواحد في الماضي فهي ندم. ندم يعني انا ممكن ايه بقول؟ مثلا انا ما كانش يجب من امبارح ان انا اضيع وقتي. I shouldn't have wasted my time. طبعا كلنا عارفينها دي shouldn't have، ما كانش يجب بس انا فعلت، ضيعت وقتي. انا ندمان I regret. ما انتوا عارفين يا جماعه regret بيجي بعدها فعل في الاي ان جي. I regret wasting my time، أو يا ريتني ما ضيعت وقتي. يا جماعه كلمه يا ريتني اللي هي I wish، ودايما I wish في الندم بتاخد وراها had وايه؟ had وبي بي، زي ما هنعرف الكلمتين اللي جايين كمان شويه. سؤال متوقع في الامتحان. متوقع، ايوه ان شاء الله متوقع في الامتحان وبنسبه كبيره جدا. could have plus بي بي و couldn't have plus بي بي. ايه ده؟ واحد يقول لي could have plus بي بي
وكودنت هاف بلس بي بي ايه معناها يا مستر؟ كود هاف بلس بي بي كنت استطيع ولكن لم افعل. اما الكودنت هاف بلس بي بي استحالة حدوث فعل في الايه؟ في الماضي. استحالة حدوث فعل في الماضي. يلا بينا نفكر في يا جماعة في الكلمتين دولت. could have plus bb كنت اقدر بس ما عملتش. my father has a modern car. بابا عنده عربية حديثة. he traveled to Cairo on a train. ولكنه سافر بالقطار القاهرة. هو كان يقدر يسافر بعربيته. يلا هنختار انه شباب. ايوه فعلا هو كان يقدر يا جماعة. could have plus pp يبقى هنختار الاختيار الاخير. could have plus pp كان يقدر بس ما عملش. ما هو بابا عنده عربية جديدة كان يقدر يسافر بيها القاهرة بس سافر بالقطار. هو كان يقدر يسافر بعربيته ولكن لم يفعل. واحد يجي يقول لي استاذ انت كاتب هنا on a train. طيب هنا ليه ما تنفعش باي؟ عشان عندي ايه لما اقول باي ترين على طول. ولكن اون ايوه يا شباب اون ا ترين. طب يلا نشوف اللي بعد كده. couldn't have plus بي بي استحالة حدوث فعل في الماضي. يعني بالبلدي كده مش ممكن. مش ممكن. ايه ده؟ هي couldn't have plus بي بي معناها مش ممكن؟ ايوه. طب وكود هاف بلس بي بي كنت اقدر بس ما عملتش. كنت اقدر بس ما عملتش. يا شباب ناخد بالنا بالله عليكم ونركز كده. يلا نشوف المثال. عمر traveled to London yesterday. ده عمر سافر لندن امبارح. واحد يقول لي لا يا مستر ده انا شفته في المدرسة. اقول له لا يا حبيبي استحالة. You couldn't have seen him at school today. ده انت مش ممكن كنت تشوفه في المدرسة. ده سافر لندن. يا شباب ناخد بالنا بالله عليكم نركز قوي في could have plus بي بي و couldn't have plus بي بي من الأسئلة المتوقعة هذا العام. يلا نشوف الفرق ما بين didn't have to و needn't have plus بي بي. جماعة didn't have to معناها ايه؟ ما كانش يجب عليك ان وما عملتش. بابا اشترى لك موبايل من اسبوع وانت فكرت بس تجيب موبايل امبارح بس ما جبتش. بابا يقول لك you didn't have to buy a new mobile. لا يبقى هنا ما كانش يجب انك تعمل وفعلا انت ما عملتش. ولكن لو انت عملت بقى واشتريت موبايل وبابا لسه شاري لك موبايل من اسبوع يا ابني ما ينفعش. يبقى لازم استعمل needn't have plus بي بي او shouldn't have plus بي بي او oughtn't to have plus بي بي. حبيبي دي معناها ما كانش يجب عليك ان ولكنك فعلت. يلا نقولهم تاني بقى بالله عليكم نركز. didn't have to و needn't have plus بي بي. حبيبي didn't have to ما كانش يجب وما عملتش. needn't have و shouldn't have و oughtn't to have ما كانش يجب ولكنك فعلت. احنا بس عايزين نعرف المعنى اهم حاجة عشان الجملة لما تجيلي لازم اترجمها صح. وطالما ترجمت الجملة صح هعرف احلها ان شاء الله. جماعة في خطأ شائع معظمنا بيقع فيه. اما اقول صديق لي. صديق لي ايوه صديق لي اسمها ايه؟ a friend of. يلا اختار. انا سامع واحد بيقول a friend of my. لا غلط. a friend of I. لا غلط. a friend of mine. ايوه فعلا a friend of mine. يعني انا بقول صديق لي a friend of. يلا نقولها تاني يا جماعه. خطأ شائع. خطأ شائع
دايما بيحصل ما احنا بنتكلم بالانجلش. a friend of my ولا a friend of I ولا a friend of mine ولا a friend of mine يا جماعة a friend of mine. طب يا جماعة صديق لنا، يلا فكر. a friend of our a friend of we a friend of ours a friend of us. فكر. برضو نفس الكلام هتبقى a friend of ours. لا دي جامدة قوي ومهمة، يعني من الحاجات المهمة جدا اما اقول صديق لي، كتاب لي، سيارة لي، وهكذا. يبقى اما بنسب لنفسي حاجة ملكية وفي اقول of، يبقى لازم of mine of ours of theirs وهكذا. يبقى يا جماعة ناخد بالنا من الحتة دي كويس قوي، ده خطأ شائع بنقع فيه. اهم حتة اللي جاية دي دايما بتيجي في الامتحان each وايذر ونايذر ونان. جماعة each of the either of the neither of the none of the يجي وراهم اسم جمع بس الفعل مفرد. واحد يقول لي فعل مفرد، ايوه فعل مفرد يعني is او was او has او اي فعل مضاف له اس. بالله عليكم نركز في الحته دي يا جماعه. each of the either of the neither of the none of the يجي وراهم اسم جمع وفعل مفرد. يقول لي لا وضح لي بمثال. يلا نقرا نقرا مع بعض. each of the students has passed the final exam. يا جماعة أنا عندي هنا هاز يا شباب. طالما عندك هاز يبقى دي أكيد إحنا عندك قبلها each of the students على طول. each of the students بعدها فعل مفرد. طيب تنفع have؟ لا يا حبيبي، إحنا اتفقنا each of the students has. يقول لي طب يا أستاذ أنا عندي هنا students جمع. أيوة عندك جمع بس التركيبة كلها each of the يأتي بعدها اسم جمع وفعل مفرد. طب نشوف اللي وراها على طول. all of the both of the وراها اسم جمع وفعل جمع. بالله عليكم ورقة وقلم ونكتب الحاجات دهيت وما ننساهاش ان شاء الله، دي من تريكات الامتحانات. ناخد بالنا all of the، يلا ناخد المثال. all of the students have passed the final exam. طب ليه يا مستر انت قلت هنا have؟ حبيبي استعملنا have هنا لان انا عندي all of the يجي ورا اسم جمع وفعل جمع. الفعل الجمع زي are وwere او اي فعل غير منتهي باس. يبقى خلاص عرفنا دلوقتي الحته المهمه الجميله قوي. each of the either of the neither of the none of the وراها اسم جمع وفعل مفرد. يلا نشوف الحته اللي بعد كده. الحته اللي بعد كده دي مهمه بقى، تركه امتحان. لو انا جيت قلت لك either I or my brothers، اختار بقى am ولا is ولا are playing tennis. واحد يقول لي either or، احنا عارفينها من زمان من ثالثه اعدادي يمكن. اما او either or. طبعا هنا فيها يا مستر احنا عارفينه either or. حبيبي لهم نفس القاعده either ونايذر. either ونايذر لهم نفس القاعده. احط الفعل اللي موجود في الجملة على حسب الفاعل الأقرب للفعل، على حسب الفاعل الأقرب للفعل. يعني إيه يا مستر؟ either I، أنا هنا عندي الأي ده الفاعل الأول السبجكت الأول، or my brothers ده الفاعل التاني. أختار بقى am ولا is ولا are playing tennis. واحد يقول لي يا أستاذ أنت بتقول حط الفعل على حسب الفاعل الأقرب للفعل. طب فين الفاعل؟ اهو brothers. مفرد ولا جمع؟ جمع طبعا، هختار ار. طب نشوف الجملة التانية. لو شقلبت بقى الفاعلين either my brothers or I، عايزين نختار يا شباب am ولا is ولا are playing tennis. حبيبي ما احنا لسه قايلين دلوقتي في قاعدة either or ونايذر نور. الاصل الاتنين اخوات يا جماعة. either اما او ونايذر لا ولا ده ولا ده يا جماعه. ايذر اور ونايذر نور، بحط الفعل على حسب الفاعل الاقرب للفعل.
طيب نشوف هنا مع بعض، انا عندي اي يبقى تاخد ام على طول. طب ناخد تركة امتحان بقى رقم 3، دي جامدة قوي قوي قوي. يلا فكر فيها معاك 5 ثواني، ابدأ. الجملة بتقول يا شباب ام ولا از ولا ار either I or my brothers playing tennis. واحد يقول لي يا مستر مش انت قلت لي مع either or و neither nor بحط الفعل على حسب الفاعل القريب من الفعل او الاقرب للفعل؟ ايوه. طب مين الاقرب، I ولا my brothers؟ I ولا هنا طبعا I هي الاقرب، يبقى هقول ايه؟ am either I or my brothers playing tennis. لا دي جملة جامدة، دي جملة جامدة. دايما احنا عارفين من زمان لما تبدأ الجملة بأيذر أو بنايذر فراح أنا حاطط الفعل بناء على الفاعل القريب للفعل. ولكن هنا في حالة السؤال لا، دي تركة جامدة، بالله عليكم نركز فيها. يبقى هنا اخترنا ام ليه يا شباب؟ عشان الفاعل الأقرب هو اي، الفاعل السبجكت الأقرب لام وإز وار هو اي. طب اي بتاخد أنه؟ بتاخد ام. يلا بينا نشوف مع بعض السؤال كمان. واحد يقول لي مستر بس في عندي قاعدة اسمها as well as. في قاعدة اسمها ايه؟ as well as. بالله عليكم نركز فيها، من الأسئلة المتوقعة جدا في امتحان السنة دي. as well as يأتي قبلها subject فاعل اللي هو I، ويأتي بعدها subject اللي هو my brothers. بس الفعل هيجي على حسب انه، على حسب السبجكت البعيد. الله 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 الله، ده احنا either or ونايذر نور كنت بحط الفعل على حسب السبجكت القريب للفعل. لا يا حبيبي بقى as well as خد بالك واوعى تنساها، دي من الحاجات التراكمية اللي بتيجي دايما في الامتحان. as well as احط الفعل اللي وراها على حسب السبجكت اللي قبلها، اللي قبل as well as الاولاني البعيد يا جماعه. يبقى هنا I as well as my brothers am. واحد يقول لي طب استاذ معلش نقراها كده واحده واحده. my brothers am، هو في حاجه اسمها my brothers am يا حبيبي؟ لا طبعا ما فيش my brothers am، بس am دي اتحطت عشان الفاعل الاول I. لا دي تريكه، ده ممكن لو جات لي في الامتحان كتير قوي من الطلبه يقعوا فيها. اوعى تنسى قاعده از والاس، دي غريبه جدا. احط الفعل اللي وراها على حسب الفاعل الاول. يلا بينا ننتقل الى النقطه الثانيه. قاعده هامه جدا، معناها جدا لدرجه ان، جدا لدرجه ان يبقى مفيش غير سو ذات وساتش ذات. فعلا جدا لدرجه ان مفيش غير سو ذات وساتش ذات. بس ايه قاعده سو وايه قاعده ساتش يا شباب؟ يلا بينا نفكر مع بعض. سو adjective ذات، يبقى اللي بيفصل ما بين سو وذات كلمه واحده اللي هي adjective صفه. طب ساتش يا مستر؟ لا ساتش بقى اللي بيفصل ما بينها وبين ذات كلمتين adjective وناون. ممكن بحط او ان لو النون ده مفرد. طب لو بصينا تحتها such، ما احنا قلنا معناهم جدا لدرجة ان يا شباب سو ذات وساتش ذات. بس هنا في حالة النون لو جمع او لا يعد، يعني جمع لو boys girls students لا يعد زي مين؟ information news furniture money. المهم لو عندك الاسم جمع ما تحطش ولا ولا ان، لا يعد ما تحطش ولا ولا ان. لا نوضح بمثال افضل عشان نفهم قاعده سو ذات وساتش ذات. احنا بس لازم نعرف ان سو adjective ذات، such في adjective ونون وذات. يعني الطلبه كلها حافظينها كده، سو كلمه واحده وذات، such كلمتين وذات. يا عم ماشي، بس خد بالك ازاي السؤال بيجي لنا في الامتحان. يعني مثلا لو عندك جمله زي كده عمر is so intelligent that he can get the full mark. so جه بعدها ايه؟ intelligent وبعد كده ذات. يبقى اللي فصل ما بين so وذات الادجكتيف صفه، اللي فصل ما بين so وذات الادجكتيف. طب ممكن يا شباب نفس الجمله هي بالظبط بس نعملها بساتش؟ يلا فكر كده.
ايوه الاجابه يا عم تحتها بالظبط. عمر is such، بس ايه اللي هيجي بعد such؟ an intelligent student. حبيبي ما احنا اتفقنا such محتاجه ايه؟ صفه واسم، adjective ونون، بس هنا هستعمل an عشان هنا كلمة student طالب مفرد. يبقى عمر is such an intelligent student that he can get the full mark. طب لو كان السبجكت بقى جمع، they are such intelligent students that they can get the full mark. طب فين يا مستر هنا او ان اللي قبل intelligent؟ حبيبي لا مفيش. ليه؟ اصل they هنا جمع وعندك students. طيب الحتة اللي جاية اللي بعدها على طول بقى، بص يا جماعة، it is such expensive furniture that I can't buy it. نشوف كده تاني. it is such expensive furniture. واحد يقول لي furniture يا مستر تعد ولا لا تعد؟ لا دي uncountable noun، لا تعد، عشان كده ما حطيناش ولا ولا ان. ايوه اوعى تنسى بالله عليك، ممكن تجي لك في الامتحان يقول لك it is such، اختار بقى such expensive ولا such an expensive. يا حبيبي على طول اختار such expensive furniture. ليه؟ اصل furniture ما تتعدش، وطالما الاسم جمع او ما يتعدش اوعى تحط ولا ايه ولا ان. بس التركه اللي ممكن تيجي لي في الامتحان بقى، ماذا يحدث لو بدأت الجملة بسو أو ساتش؟ إيه ده؟ هي ممكن الجملة تبدأ بسو أو تبدأ بساتش. والله تبدأ بسو أو ساتش، من الجمل المتوقعة في الامتحان. طيب يعني لو بدأت الجملة بسو يا مستر أو ساتش، أقول له يا حبيبي قبل ذات لازم أعمل انفيرجن. يقول لي انفيرجن يعني إيه؟ يعني أشقلب، بدل ما أقول عمر إز أقول إز عمر، بدل ما أقول شي إز أقول is she، بدل ما أقول she went ذهبت أقول did she go. يعني صيغة سؤال. أيوة يا مستر صيغة سؤال. طب ورينا كده المثال. يلا بينا نشوف المثال اللي فوق بتاع إيه؟ بتاع عمر. ولو حبيت أبدأ الجملة اللي قبلها أبدأ الجملة بسو أهو. أدي المثال قدامنا هنا. عمر is so intelligent that he can get the full mark. حد يعرف يبدأ الجملة دي بسو؟ يلا معك 5 ثواني فكر. ابدأ بسو، ابدأ الجملة بسو. انا شايف واحد شاطر بيقول لي استاذ انا هبدأ بسو او سو انتليجنت، بس بدل ما احط عمر از اروح هنا حاطط از عمر. صح. يلا نشوف مع بعض الجملة هتبقى شكلها ازاي. سو انتليجنت از عمر، لازم اقول از عمر، ما ينفعش اقول عمر از. ليه؟ ما انت يا مستر قلت لنا لو بدأت الجملة بسو او ساتش قبل ذات صيغة سؤال. يعني ايه صيغة سؤال؟ يعني انفيرجن. ما اقولش عمر از، اقول از عمر. حبيبي طيب نرجع تاني للجملة بتاعت ساتش اهي. عمر is such an intelligent student that he can get the full mark. حد يعرف يبدأ بساتش؟ يلا نفكر كده مع بعض. ايوه such an intelligent student is عمر، لان احنا اتفقنا such لازم يجي بعدها صفة واسم. ادي عندي intelligent وعندي student، تمام، وستودنت مفرد، عشان كده حطينا an intelligent student. شباب بس بعد كده is عمر بقى، is عمر مش عمر is. طبعا عرفنا دلوقتي الحتة المهمة، لو بدأت الجملة بسو ولو بدأت الجملة بساتش لازم يا شباب بالله عليكم ركزوا، دي متوقعة تيجي في الامتحان بنسبة كبيرة قوي. يبدأ لك الجملة بسو، يبدأ لك الجملة بساتش، قبل ذات اعمل انفيرجن على طول. انفيرجن يعني بشقلب، يعني صيغه سؤال. في حته مهمه جدا بقى كده صغيره على الماشي. سو بتحب ميني وماتش، اما ساتش بتحب الوت اوف. يعني يا مستر لو لقيت ميني وماتش بعد النقط على طول اختار سو على طول، وش كده اختار سو. طب لو لقيت بعد النقط على طول في الاختيارات الوت اوف اختار ساتش وانت مغمض. يبقى سو احفظ دي، سو بتحب ميني وماتش، ساتش بتحب a lot of. يلا بينا ننتقل للنقطة التانية. معلش أنا طولت عليكم، أنا قربت أخلص. قاعدة هامة متوقعة في الامتحان إن شاء الله بنسبة 100%. أيوة مستر أنت متوقع؟ بإذن الله متوقعة جدا قاعدة أي وش دي يا جماعة. أتمنى. يقول لي أي وش مش ليها إخوات شبهها يا مستر؟ بس أي وش دي بتساوي if only.
ايوه يا حبيبي، اعرف بس معناها، اعرف معنى ايه اي وش بتساوي اف اونلي. مش مشكلتنا اف اونلي يا جماعه، انا عايز اي وش. هيجيب لك في الامتحان اي وش ان شاء الله، او يجيب لك اي وود راذر، او يجيب لك اتس تايم. بس هي جت في الامتحان السنه اللي فاتت 2022 اتس تايم. يبقى ايه المتوقعه؟ وجاب لهم في الدور الثاني اي وش. يبقى متوقعه في الامتحان بتاعنا اللي جاي ده اي وود راذر او اي وش برضه. شباب بالله عليكم نركز بقى، قاعده اي وش يا مستر او اي وود راذر او اتس تايم، الثلاثي المهم ده قوي. يحبوا بعدهم سبجكت فاعل، وبعد كده يا اما باست بيرفكت هاد بي بي. امتى هاد بي بي؟ لو في كلمه دلت على الماضي زي لاست او يسترداي. طب يا جماعه اي وش واي وود راذر واتس تايم لو جه وراها سبجكت باست سيمبل، لو في كلمه دلت على البريزنت ناو او توداي. هقول لي يعني يا مستر الاقي ناو احط باست ازاي الكلام ده؟ يا حبيبي عشان قاعده اي وش واي وود راذر واتس تايم، عشان خاطري لما تلاقي اي وش اي وود راذر او اتس تايم حط يا عم ماضي، اوعى تحط مضارع ابدا. خلاص. طب في المستقبل بقى يا حبيبي، بعد اي وش واي وود راذر واتس تايم لو جه وراها سبجكت لازم كود او وود والانفينيتيف. ده في المستقبل. ايوه في المستقبل. طب ايه ممكن الكلمات اللي تدل على المستقبل زي تومورو او نيكست؟ طب احنا عارفين كود دي بتمشي مع انه ضمائر، اي وبي، وود مع بقيه الضمائر. ده كلام سليم. بالله عليكم نركز يا جماعه في قاعده اي وش واي وود راذر واتس تايم بالورقه والقلم، واكتب اي وش واي وود راذر واتس تايم وراهم سبجكت فاعل ثم ماضي، ما ينفعش مضارع ابدا. يعني ينفع هاف، اوعى تحط هاف. ينفع از او ار، اوعى تحط از او ار بعدهم. تنفع ويل، اوعى تحط ويل ولا كان. امال ايه؟ عايز ماضي، يا اما باست بيرفكت يا اما باست سيمبل يا اما كود او وود والانفينيتيف. امتى يا مستر باست بيرفكت؟ لو عندك كلمه بتدل على الماضي في الجمله زي كلمه لاست. طب امتى باست سيمبل؟ لو عندك كلمه بتدل على المضارع في الجمله ناو. طب امتى يا مستر استعمل كود او وود؟ لو عندك كلمه بتدل على المستقبل. طب تعالى لي بقى هناخد دلوقتي نطبق في الكلام ده، وان شاء الله دي هتيجي في الامتحان. I wish I hadn't wasted my time yesterday. واحد يقول لي استناني يا مستر، طب ليه ما قلتش هنا I didn't او قلت I hadn't؟ اقول له يا حبيبي مش انا عندي كلمه yesterday؟ يقول لي اه، وانا قايل لك لسه دلوقتي لو عندك اي ويش او اي وود راذر او اتس تايم وعندك كلمه دلت عن الماضي، اختار وانت مغمض كده هاد وبي بي. طب يا مستر انت بتقول ده انا بتمنى، يبقى اكيد ده ندم. انا يا ريتني، انا يا ريتني ما ضيعت وقت امبارح. انا ندمان حبيبي، ايوه ده معناه ندم. يا ريتني ما ضيعت وقت امبارح بس انا ضيعته. انت ندمان تقول اي ريجريت. انت ندمان اي ريجريت وياتي بعدها فعل في اي ان جي. واحد يقول لي ايوه يا مستر فعلا ريجريت بتحب اي ان جي وراها. طب يا جماعه ما هو ممكن اقول انا ما كانش يجب عليا ان انا اضيع وقتي بس ضيعته. حبيبي ما انا لسه قايل من شويه ما كانش يجب عليا بس عملت الشيء ده، يبقى shouldn't have. I shouldn't have wasted my time yesterday. بالله عليكم بالورقه والقلم وعيد وزيد في النقطه دهيت. قاعده I wish و I would rather و it's time يحب يجي وراهم subject فاعل وبعد كده ماضي، يا ماضي تام باست بيرفكت يا باست سيمبل ماضي بسيط، او كود او وود في حاله الفيوتشر المستقبل. يلا نشوف النقطه اللي بعد كده، برضو من الحاجات المهمه جدا. تدريب صغير جدا من 3 جمل على قاعده وود راذر واتس تايم واي ويش. يلا معاك كده 5 ثواني فكر في الجمله الاولى. ايوه في واحد بيقول لي يا مستر انا عندي اي وود راذر. اقول له تمام وود راذر، مش اتفقنا يا جماعه؟ وود راذر زي اتس تايم زي اي ويش بيجي وراهم فاعل وبعد كده باست. ايوه. طب هنا في الجمله دي اي وود راذر عمر going goes went to the cinema now. واحد يقول لي مستر انا عندي كلمه ناو، انا عندي كلمه ناو هختار مضارع. اقول له غلط غلط يا حبيبي، يا حبيبي انت عندك وود راذر، وود راذر واي ويش واتس تايم الثلاثي دولت لازم وراهم باست، ما ينفعش بريزنت ابدا. اما الاقي كلمه ناو اختار باست سيمبل هتبقى وينت.
بالله عليكم ركزوا يا جماعه، ما نتخدعش في الامتحان بكلمه ناو. ناو بتدل فعلا على المضارع، بس هختار ماضي بسيط هنا. طب نشوف الجمله التانيه بقى، بس دي جت في الامتحان السنه اللي فاتت، يعني فصعب انها يعني تتكرر السنه دي، بس نعرفها. It's time we go ولا went to bed at the moment. يا حبيبي مش انا عندي at the moment؟ يقول لي ايوه. at the moment بتدل على انه زمن المضارع يا مستر. حبيبي نختار انه جو، غلط. to go غلط. اما نختار ايه؟ نختار went برضو ماضي. يقول لي ازاي عندي now وعندي at the moment او today من الكلمات اللي بتدل على المضارع واختار ماضي؟ حبيبي عشان would rather، عشان it's time، عشان I wish. طب يلا فكر في الجملة اللي جاية دي. I wish عمر can travel، had traveled، will travel، would travel abroad next year. واحد يقول لي حلو قوي قوي يا مستر، انا عندي next year بتدل على المستقبل، هختار will. اقول له يا عم اقعد بس اقعد، انت مش فاهم حاجه باين عليك. يا عم اي وش يا حبيبي، اي وش تلاقيها موجوده في الجمله وعندك حاجه بتدل على المستقبل على طول تروح حاطط ايه؟ would او could. ايوه فعلا، يبقى هختار هنا would travel. ليه يا مستر would؟ ليه ما قلناش will يا مستر؟ مش انا عندي ناكست. حبيبي عندي I wish. I wish دايما يجي تحب الماضي. يبقى في 3 اصحاب يحبوا الماضي. ايه هم الاصحاب ال3 دولت؟ would rather، it's time، I wish. لازم وراهم فاعل ثم ماضي، اوعى تنسى الحته دي. يلا نشوف مع بعض الحته المتبقيه دي. خد بالك في الكويستشن تاج، ان شاء الله يجي في الامتحان. ان شاء الله الكويستشن تاج ما جاش في امتحان السنه اللي فاتت، فمتوقع قوي. يعني ايه كويستشن تاج؟ السؤال المذيل او السؤال اليس كذلك. انا بحب اسميه سؤال اليس كذلك. اما مثلا انا طبيب اليس كذلك؟ ده تاكيد يا جماعه. ناخد بالنا بقى هنا عشان هنكتب هنا الايه الاجابات. يا دكتور. يلا عايز حد يعمل كويستشن تاج. يقول لي يا مستر احنا كنا عارفينه، باخد الفعل المساعد اللي موجود في الجمله، لو مثبت انفيه ولو منفي اثبته واحط وراه الضمير. اقول له تمام. طب فكر الاول. ايام، هل هقول امنت اي؟ غلط يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها امنت اي، ما عندهمش. امال ايام تتحول الى ايه يا مستر؟ ايوه انا سامع واحد كده عمال يقول ارنت اي. فعلا ايام في الكويستشن تاج هتبقى ارنت اي، هتبقى ارنت اي. لا بس مش ارنوت بقى، اللي بيكتب معلش ايه ياخد باله معايا. هتبقى ان ابوستروفي تي، الابستروفي هو عمال يدور عليها بس معلش بقى انت اديك عارف. يبقى هي بتحط فوق طبعا. يبقى هنا ارنت اي، ارنت اي. تمام. خلاص يا جماعه عرفنا دلوقتي يا شباب اي ام في الكويستشن تاج بتبقى ارنت اي. خلاص عرفناها دي. someone is here، someone is here. يلا اعمل كويستشن تاج، فكر. لا لا غلط، انا سامع واحد بيقول isn't he. حبيبي لا، someone الضمير بتاعها مش هي ولا شي. امال ايه يا مستر؟ they. ايش عرفك ان اللي بيخبط على الباب ده او اللي موجود هنا ده هو او هي؟ لا يا حبيبي، الضمير الذي يعود على someone و somebody و everyone و everybody و no one و nobody هو they. واحد يقول لي دي معلومة جديدة يا مستر. يبقى الضمير اللي بيعود على someone ايه؟ they. ما تتسرعش، واحدة واحدة. someone is here. يلا فكر هعمل question tag ازاي؟ ايوه فعلا فعلا. اما اقول هنا طب يقول لي هنا زي يا مستر هتاخد از؟ لا طبعا زي مش هتاخد از، هتاخد ار. هتبقى ازاي بقى؟ aren't they. هتبقى ايه؟ aren't they. في ابستروفي طبعا، هو بس اللي بيكتب معلش مش عارف فين الابستروفي، فانتم اعذروه بقى. aren't they. يبقى يا شباب someone ضميرها they. خش على اللي بعدها. no one plays tennis. واحد يقول لي no one دي جمله منفيه. اقول له فعلا. يبقى انا هعمل الكويستشن تاج مثبت. هو دايما يقول لك ايه؟ مثبت منفي، منفي مثبت. no one plays tennis. يلا معاك 5 ثواني اعمل كويستشن تاج.
في طالب بيقول يا مستر هنا استعمل does. لا يا حبيبي، يا حبيبي، مش انا قلت لك no one ده ضميرها they، و someone ضميرها they، و everyone ضميرها they. هل does تيجي مع they؟ ايوه فعلا، ايوه كده هتبقى كده do they. هتبقى ازاي يا شباب؟ do they. بالله عليكم نفكر يا جماعه وما نتسرعش. خد بالك من someone و somebody و everyone و everybody و no one و nobody، الضمير بتاعهم they. الضمير بتاعهم، بكررها تاني، ده سؤال متوقع في الامتحان، ما جاش الكويستشن تاج في امتحان السنه اللي فاتت يا شباب، يبقى متوقع بنسبه كبيره جدا يجي لي السنه دي. نقول تاني بقى بسرعه كده. I am بتتحول الى aren't I. someone ضميرها they. no one ضميرها they. بس نعرف ان no one بتعتبر الجملة منفية. طب خد بالك من السؤال الرابع ده من تريكات الامتحانات يا جماعة، ده 5 جمل لمن لي الدنيا في الكويستشن تاج، افهمهم بقى. I don't think he's a liar. I don't think، انا لا اتوقع. شباب don't think بتنفي الفعل اللي وراها كانه منفي، الفعل اللي وراها انا ماليش دعوه ب I don't think خالص، انا ليا الجمله اللي بعدها. يلا فكر، معاك 5 ثواني، اعمل question tag. ايوه انا سامع واحد بيقول هعتبر I don't think مش موجوده، مش هبص لها خالص، وبدل ما اقول he is هقول في دماغي he isn't. فعلا يبقى هنا عندك is كأنها منفية، بس منفية بإيه؟ بدونت think، يبقى الفعل منفي كأنه اعتبره isn't بالظبط. هتبقى is he. هتبقى إيه؟ is he. يا شباب ناخد بالنا، بالله عليكم بالله عليكم خدوا بالكم. I don't think بتنفي الفعل اللي وراها. I don't think بتنفي الفعل اللي وراها اللي هو is. يبقى I don't think بتنفي is يا شباب. طب نشوف الجملة اللي بعد كده. Let's play tennis. يلا نعمل question tag. معاك 5 ثواني. لا انا شايف ناس عماله تقول اجابات غلط. لا لا لا، على فكره let's بتتحول لشالوي، خلاص وش كده على طول. let's بتتحول الى ايه؟ شالوي. شالوي. يبقى let's play tennis. شالوي. let's play tennis. شالوي. يلا نقولهم تاني بقى. I am بتتحول الى aren't I. someone is aren't they. طب جبنا they يا مستر منين يا حبيبي؟ ما هي someone they. no one plays. do they. اصل no one دي بتنفي، يبقى انا اعمل الكويستشن تاج مثبت. I don't think بتنفي الفعل اللي وراها، يبقى هنا كأنك عندك is بتبقى isn't. يبقى هنقول is he. let's play، اول ما تلاقي let's على طول وش كده، وش تستعمل shall we. انا كده ايه خلصت معاكم الكويستشن تاج تمام. بس هسيب لكم صفحه تدريب على الكويستشن تاج، صفحه بس. قبل ما اقول صفحه وكده افكر ازاي تعمل الكويستشن تاج للجمل اللي انا كاتبها لك دي. وحضرتك هتحلها وتبعتها لي على الكومنت وهصحها لك ان شاء الله. يبقى عندك 26 جمله تطبيق مباشر على الكويستشن تاج باذن الله. هيجي لنا السنه دي في الامتحان الكويستشن تاج. يلا بينا نشوف مع بعض من اسئله الامتحانات السابقه، هم جدا. يلا عايز حد يقرا كده. Here are the remains البقايا of the ancient rooms. ancient rooms معناها الغرف العتيقة القديمة قوي. where the temple priestess may will can would live. يلا فكر من الأسئلة المتوقعة أيضا تيجي في الامتحان اللي بتتكرر دايما. واحد يقول لي يا مستر مش انت قلت لنا قاعدة مهمة جدا، لو في كلمة بتدل على الماضي، لو في كلمة بتدل على الماضي يبقى لازم الكلام كله في الماضي؟ اقول له ايوه. طب هنا يا مستر كلمة ancient، ancient يعني قديما، rooms ancient rooms يعني الغرف القديمة جدا. بيقول لك هنا في بقايا بتاع من الغرف القديمة بتاعت المعبد بتاع البريستس اللي هو القساوسة اللي كانوا عايشين فيه.
طب الكلام في الماضي هختار مي؟ لا، دي مي دي مضارع والكلام كله عن الماضي. will لا طبعا. كان لا برضو. هنختار ايه يا جماعه؟ would، لان الماضي من will هو ايه؟ هو would. خلاص، يبقى دايما لما يكون عندك جمله والمعنى بتاعها في الماضي او في كلمه بتدل على الماضي يبقى كل الافعال ماضي. طب يلا معاك الجمله الثانيه، فكر فيها ومعاك 5 ثواني. ايوه يلا بينا نشوف. دي متوقعه تيجي في امتحان السنه دي. اول ما الاقي اسكد، تاني يا شباب، اول ما الاقي اسكد، اول ما الاقي اسكد وبعد كده عندي كلمه استفهام زي وات، اي كلمه استفهام بقى، وات او وير او هاو او وين مش مشكله عندي. ايه اللي بيجي بعد وات؟ الاقي واحد يقول لي الفعل المساعد يا مستر عشان ده سؤال. اقول له لا يا حبيبي، بعد كلمات الاستفهام زي وات ووير وهاو والكلام ده حط سبجكت وفعل في الماضي. ليه فعل في الماضي؟ ما هي اسكت ده ماضي، مش احنا اتفقنا ان اسكت ده ماضي؟ اول ما الاقي اسكت، خد بقى القاعده بقى، اول ما الاقي اسكت ويجي وراها كلمه استفهام حط وراها جمله مترتبه، يعني فاعل وفعل بس زمنه ماضي. زمنه ايه؟ ماضي. طب يا حبيبي انه ماضي بقى؟ انا عندي سنس هنا يا شباب، صح كده؟ سنس هيجي في الحاله دي قبلها ماضي تام او ماضي تام مستمر. طب يا مستر هختار انه، نمسك واحده واحده. هل تنفع have I done؟ غلط. ليه؟ ما احنا قلنا بعد وات تيجي جمله مترتبه، يعني يجي الفعل الاول يا حبيبي، ما ينفعش have I. طيب نيجي للي بعدها. هل تنفع I have been doing؟ غلط. ليه؟ اصله اسكت ماضي وهاف هنا مضارع. ايوه شوف التفكير بقى ازاي. طب نشوف اللي بعدها بقى. had I been doing، مش احنا قلنا بعد what محتاجين جملة مترتبة يعني فاعل وفعل، وانا قايل لك had I. لا غلط، تنفعش، المفروض يبدأ بآي. هي ما فيش عندي غير الاختيار الأخير I had been doing. يا جماعة بالله عليكم ركزوا، جملة asked دي جملة asked ويجيب معاها بعد كده كلمة استفهام وراها على طول جملة مترتبة يعني subject وفيرب وزمانها ايه؟ وزمانها ماضي. يلا نشوف مع بعض. اوعى تنسى الفرق ما بين have been to ومكان، ذهب وعاد، وانت اند كيم باك. واحد يقول لي ده احنا عارفينها من ثالثه اعدادي فعلا، بس لو جت في الامتحان خد بالك هتيجي التركه بتاعتها بس. طب هاف او هاز gone to زائد مكان مع gone، ذهب ولم يعد. طيب ايه التركه بتاعتها؟ بنت ان مش بين تو بقى، خد بالك هنا في تو فوق خالص، هنا في تو، اما هنا بين ان. لا بين ان زي gone to، بين ان، بين ان ومكان ذهب ولسه موجود هناك still there ومقيم هناك. لا لا دي مهمة يا جماعة، ناخد بالنا بالله عليكم. have been to ومكان ذهب وعاد went and came back. have gone to وhave been in ومكان معناها ذهب ولم يعد، أو ممكن يكون طبعا مع been in مقيم هناك is still there. يلا نفكر في الأمثلة اللي معانا دي. معانا مثالين فكروا فيهم الأول، معاكم 5 ثواني. من تريكات الامتحانات يا شباب، من has been to London. طب أنا عندي has been to وراها مكان، has been to يعني راحت ورجعت، ده معناه this means she. هل is still there؟ ما زالت هناك؟ لا غلط طبعا. has returned عادت، بس طبعا لسه هنشوف. is still on her way ما زالت في طريقها. went and came back هي فعلا went and came back، ولازم يوضحها لي بالشكل ده، مش هيقول لي رجعت وبس. يعني هو هي تنفع برضو كلمة has returned، ولكن هنا الأصح ايه؟ went and came back.
ذهبت وعادت، ولازم ابين has been to ذهب وعاد. طب نشوف الجملة اللي بعدها. يلا معانا 5 ثواني. هي الجملة دي المتوقعة تيجي في الامتحان بإذن الله. منا has been in London. in been in has been in. ما احنا لسه قايلين من شوية has been in ومكان معناها ما زال هناك وما زال مقيم في، ما رجعش لسه شباب. been in غير been to. to has been to معناها راح ورجع، ولكن has been in هي دي التركه بتاعت الامتحانات. حرف الجر in هيبين ان هو لسه موجود هناك. يعني this means نختار بقى she has returned عادت، لا طبعا ده احنا بنقول لسه موجود هناك. went and came back لا طبعا ما ينفعش. is still there ايوه فعلا is still there ما زال هناك. يبقى نقدر نقول يا جماعه، ودي المتوقعه بنسبه كبيره جدا تيجي في الامتحان ان شاء الله، اللي هو has been in ومكان. ليه يا مستر؟ اصل كتير قوي في الامتحانات السابقه has been to has gone to اللي فيها to، اللي فيها in بقى معناها برضو راح ومقيم هناك ولسه ما رجعش. بالله عليكم نركز جدا في الكلمتين السهلين دول. يلا احنا قربنا نخلص الجزئيه المتبقيه دي. خد بالك من الجمل التاليه، عايز احط بس فيها علامه صح او غلط. يلا معاك الجمله الاولانيه نقراها. The teacher give me a 10-minute break. خد بالك a 10 minute. طب هنا 10 مش معناها 10؟ يقول لي طب minute مفرد؟ اقول لي بس يا مستر احنا عارفين دايما 10 ده جمع يجي بعدها جمع. اقول له لا يا حبيبي، هنا الجمله دي صحيحه بقى. ليه؟ اي عدد قبل منه وبعد منه شرطه الاسم اللي وراه مفرد ما يتجمعش. minute مش minutes. ودي جت في امتحان السنه اللي فاتت على فكره 22. نقولها تاني يا شباب. اي عدد قبل منه وبعد منه شرطه الاسم اللي وراه ما يتجمعش. طيب نشوف الجمله الثانيه. I will answer the exam. انا هجاوب الامتحان in one عدد اهو hours apostrophe hours الابوستروفي بعد الاس تايم. لا ده هنا قاعده تايم بقى. اول ما الاقي يا مستر تايم في حاله العدد المفرد واحد يعني لازم احط الابوستروفي قبل الاس، ولو جمع احط الابوستروفي بعد الاس. دي قاعده تايم يا جماعه. دي متوقعه تيجي السنه دي. السنه اللي فاتت جاب لهم الجمله الاولانيه دي. السنه دي بقى ان شاء الله متوقعه جدا قاعده تايم. ايه يا مستر قاعده تايم؟ حبيبي قاعده تايم لو قال لك 1 يبقى في ابوستروفي قبل الاس، لو قال لك 2 فما فوق يبقى الابوستروفي بعد الاس. هنختار انه هنا يا شباب؟ ايوه انا شايف واحد بيقول اورز الاخيره دي. فعلا اورز الاخيره ليه؟ انا اسف اورز الاخيره دي ليه يا حبيبي؟ يقول لي مستر هنا في 1. لا يا حبيبي ده هنا انت عندك 1، يبقى انت مش ما بتفكرش صح. احنا عايزين 1 عايزين الابوستروفي قبل الاس. ايوه فعلا هتبقى اورز دي. واحد يقول لا مش فاهم، هقولها لي تاني لو سمحت. حبيبي لما تلاقي كلمه تايم في اخر الجمله، لما تلاقي كلمه تايم تشوف العدد 1 يبقى الابوستروفي قبل الاس، 2 فما فوق يبقى الابوستروفي بعد الاس. طبعا هنا 1 ايوه يبقى الابوستروفي هتبقى قبل الاس. طب يلا معاك 5 ثواني شوف الجمله الثانيه دي اخر واحده. انا عندي هنا 2 وعندك تايم. حبيبي لما بتلاقي عندك قاعده تايم كلمه تايم في اخر الجمله بالاضافه العدد جمع يبقى الابوستروفي بعد الاس مش قبل الاس، بعد الاس. يبقى فعلا هتبقى الاجابه hours
الاس بعدها الابوستروفي. يا جماعه ناخد بالنا بالله عليكم من قاعده ايه تايم. يلا نختار مع بعض الكام جمله السهلين دولت من جمل الامتحانات السابقه. يلا نشوف مع بعض، نقرا كده ومعانا 5 ثواني. Have you done your homework؟ عايزين نختار yet ولا already ولا since ولا for. You are wonderful، ده انا بقول له ده انت رائع، يبقى اكيد عمل الواجب. حبيبي لما تكون الجمله فيها صفه كويسه والفعل تم بستعمل already. ليه يا مستر؟ ده سؤال. ايوه السؤال بستعمل فيه already او yet. already او yet. already لما يكون الفعل تم وعطيت للشخص صفه كويسه، ولكن يت لو الفعل ما تمش. هنا بقول له انت عملت الواجب، انت رائع، يبقى have you done your homework already. بالله عليكم ما ننساش يا جماعه ان في السؤال ممكن في اخر السؤال استعمل يا اما already يا اما yet. already لو الفعل تم، ويت لو الفعل ما تمش. طبعا هنا بقى انا بقول له you are wonderful، ده انت رائع، يبقى اكيد عمل. نشوف المثال الثاني، معاك 5 ثواني برضو. Have you done your homework؟ عايزين نختار بقى yet ولا already ولا since ولا for. You are very slow. slow بطيء، ده انت بطيء جدا، ده انت لسه ما عملتش الواجب، انت بطيء. يبقى هنا بديله صفة مش كويسة والفعل ما تمش. طالما الفعل ما تمش استعمل على طول كلمة ايه؟ yet. يبقى عرفنا يا شباب already امتى في السؤال لو الفعل تم، yet امتى لو الفعل ما تمش. طب تعالى نشوف الجملة الثالثة مع بعض. Have you written the emails؟ انت كتبت الايميلات. يقول yes I wrote ولا have written، write ولا have written ولا wrote them last night. جماعة انا لو سبتك تختار دلوقتي متأكد ان معظمكم هيختار غلط. يقول لي ليه يا مستر؟ مش انا عندي have you؟ اقول له اكيد هختار برضو هاف. ما هو السؤال بهاف يبقى الاجابه فيها هاف. اقول له لا يا حبيبي انت ما خدتش بالك، انت عندك لاست نايت. لو في كلمه دلت على الماضي زي كلمه لاست او يستردي او اجو اختار باست سيمبل، حتى لو كان السؤال في البريزنت بيرفكت. دي تركة امتحان، لا دي متوقعة بنسبة كبيرة قوي تيجي، بس طبعا عيب قوي نغلط في حاجة زي كده. لما اقول لك have you written the emails ده present perfect. طب الإجابة بتاعته المفروض تبقى present perfect برضو، إلا إذا كان في الإجابة كلمة بتدل على الباست زي yesterday زي last زي ago. اختار بقى هنا past simple وليس present perfect. بالله عليكم نركز يا شباب في الجملة اللي قلناها دلوقتي. السؤال ممكن يبقى بالpresent perfect والإجابة تبقى past simple. يلا بينا نشوف المثال الأخير هنا. I studied had studied study have studied 3 chapters so far. يلا هتختار ايه حضرتك؟ يقول له يا مستر انا عندي so far. اقول له ايوه، اول ما تلاقي so far حبيبي دي من الجمل المتوقعه في الامتحان. so far بتحب البريزنت بيرفكت على طول. البريزنت بيرفكت اللي بيتركب من have او has بلس بي بي، يبقى البريزنت بيرفكت يبقى نقدر نقول يا شباب اول ما الاقي so far على طول اختار بريزنت بيرفكت have او has بلس بي بي. والنقطه اللي قبل كده اللي هي في المثال الثالث ده، لو انا قلت لك السؤال في present perfect ممكن اجاوب في الباست سيمبل امتى؟ لو انت عندك في الاجابه كلمه بتدل على الباست. يلا بينا نشوف الصفحه اللي بعد كده. ضمائر الوصل ان شاء الله هتيجي في الامتحان، ما جاتش السنه اللي فاتت. ضمائر الوصل زي مين؟ زي هو، معناها الذي او التي للفاعل العاقل، قبلها فاعل عاقل وبعدها فعل او جمله. طيب هم، هي دي المتوقع هتيجي السنه دي، قبلها حرف جر يخص العاقل، وممكن تيجي للمفعول العاقل برضو، بس هنوضح بامثله الكلام ده. شباب انا عايز افرق دلوقتي ما بين هو وهوم. هو
بيجي قبلها فاعل عاقل. طب هم حرف جر يخص العاقل. طب ناخد المثال، وده المثال المتوقع ان شاء الله في الامتحان. This is the friend، هذا الصديق. with، مش انا عندي with حرف جر وبتكلم على الصديق؟ ايوه، يبقى نختار يا مستر يا هو ولا هم؟ اقول له احنا لسه قايلين دلوقتي لو عندك حرف جر يخص العاقل اختار هم. بس عايز نركز شويه في الجمله دي. ايه معنى كلمه I can't dispense؟ ما اقدرش استغنى عنه. طب ليه يا مستر هو حط في الجمله with؟ هو اي حرف جر يتحط قبل هم؟ اقول له لا، حرف الجر اللي بيجي مع الفعل. هو الفعل ديسبنس ده يستغنى بياخد حرف جر with؟ اقول له ايوه، وبالله عليك اوعى تنساها، ده ممكن يجيب لك الجمله واختار انت حرف الجر تلاقي كلمه ديسبنس تاخد with. لا دي مهمه، انا اظن معظم الطلبه ما يعرفهاش ان كلمه ديسبنس بتاخد حرف جر with. يبقى هنا حرف الجر اللي بيجي قبل هم بيعتمد على الفعل اللي موجود في اخر الجمله. يلا نشوف تالت حاجه من ضمائر الوصل اللي هي which. which الغير العاقل قبلها غير عاقل او جمله بنعوض عنها بويتش. يعني ممكن الجمله نفسها اعوض عنها بويتش، زي المثال اللي جاي ده. She spoke to her guests rudely. هي اتكلمت مع ضيوفها بوقاحة. who ولا whom ولا which was wrong of her. وده كان خطأ منها. هو أنا بقول وده كان خطأ منها. المقصود هنا يا جماعة، المقصود هنا الجملة كلها اللي هي بتاعت she spoke to her guests rudely. هي تحدثت لضيوفها بوقاحة. الجملة دي كلها بتعود عليها كلمة which. أنا عايز أقول وده كان خطأ منها. واحد يقول لي يا أستاذ يبقى دي لا دي صعبة حتة إن أنا أقول which دي بتعود على الجملة اللي قبلها. ما أنت لازم تفهمها. هي اتكلمت بوقاحة مع ضيوفها. وده حتة كلمة وده اللي هي الجملة كلها، وهذا يبقى الجملة كلها which. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. يبقى الاختيار هنا هيبقى which طبعا. رقم 4 whose، أسهل واحدة قبلها نون وبعدها نون. الوحيدة whose قبلها نون، أيوة، وبعدها نون. النون الأولاني المالك والنون التاني المملوك. طيب عايزين نقرا الجملة ديت معاك 5 ثواني واختار الإجابة الصحيحة. أيوة فعلا. واحد يقول لي دلوقتي this is the factory. مش كلمة factory هنا معناها مصنع؟ نون، مش كده؟ طيب هذا المصنع هو، لا ده يا حبيبي هو دي للعاقل. هم، لا دي للمفعول العاقل والحرف جر يخص عاقل. which الغير العاقل بس يكون فاعل او مفعول. بس نشوف هنا يا جماعه، هنا فاكتوري نون وبعد كده قال لي برودكتس المنتجات. مش المنتجات برضو نون؟ يبقى اللي قبلها نون وبعدها نون مين؟ مفيش غير هوز. ومعنى الجمله ايه؟ هذا المصنع اللي منتجاته عاليه الجوده. منتجاته اللي منتجاته، ما دي ملكيه يا شباب. طالما عندك ملكيه هختار هوز. بالله عليكم نركز في الجمله دهيت، مهمه برضو. يبقى متوقع يجي لنا في الامتحان ان شاء الله السنه دي يجي لنا الجمله بتاعت which بتعود على جمله، والملكيه هوز قبلها نون وبعدها نون. انا كاتب ملاحظه بقى هامه جدا، حرف الجر الذي ياتي قبل هوم او which. ما انا لسه قايل من شويه يا جماعه حرف الجر اللي بيجي قبل هم للعاقل which الغير العاقل بيعتمد على الفعل اللي موجود في نهايه الجمله. لا دي في كتير قوي من الطلبه ما يعرفوهاش. حرف الجر اللي قبل هم او which بيعتمد على الفعل اللي موجود في اخر الجمله. طب يلا بينا نشوف السؤال ده نفكر فيه. معاك 5 ثواني.
ايوه في واحد بيقول لي يا مستر this is the mistake، هذا الخطأ اللي عنه انا بعتذر، which I apologize. انا عايز حرف الجر بقى، from which ولا of which ولا about which ولا for which. حبيبي مش انا عندي كلمة apologize؟ ابولوجايز، ايوه يا مستر ابولوجايز. طب هو كلمه يعتذر بتاخد انه حرف جر؟ ابولوجايز ايه؟ ايوه صح، ابولوجايز فور. عشان كده بنختار فور، يبقى حرف الجر اللي بيجي قبل ويتش او قبل هوم بيعتمد على الفعل اللي موجود في نهايه الايه الجمله. اوعى تنسى المعلومات دي، الله يبارك لك. قاعده اف اللي متوقعه تيجي في امتحان السنه دي، معلش الفيديو طول معايا شويه بس لازم ايه، لازم نتعب عشان نوصل للي احنا عايزينه ان شاء الله. قاعده اف متوقعه تيجي السنه دي بسرعه بقى نقولها لان عارفينها. الزيرو كونديشنال الحاله الصفريه، بحط بريزنت فعل الشرط بريزنت وجواب الشرط بريزنت مضارع ومضارع. هناخد مثال if you heat water، لو هتسخن الميه does it boil. واحد يقول لي ده سؤال يا مستر؟ اه يا حبيبي، ما احنا عارفين البريزنت بستعمل فيها دو يا داز. طب ليه ما استعملتش ويل؟ لا، ما هي الحالة الصفرية بتستعمل مع الحقائق والتبريد والتسخين وخلط الألوان، الحاجات الثوابت اللي ما بتتغيرش، العادات اللي ما بتتغيرش خالص. الزيرو كونديشنال بريزنت. بقوله لو هتسخن المية هتغلي، يبقى if you heat water. لو كانت الجملة مثبتة كنت أقول it boils. طب عملتها صيغة سؤال does، ده ممكن تيجي لي في الامتحان يقول لك if you heat water واختار does ولا will. هختار does طبعا على طول. ليه يا مستر اخترنا does؟ عشان محتاج بريزنت سيمبل وليس فيوتشر. الفيرست كونديشنال بقى هي بتاعت الفيوتشر دي، قانونها ايه؟ الفعل الاول بريزنت اللي بعد if، والفعل الثاني will بلس infinitive. جماعة هو لازم ويل؟ لا، ممكن كان، ممكن may. طب ناخد مثال if he studies hard he will succeed. studies ده present مضارع present simple. طب الناحية التانية will succeed، عارفينها يا مستر؟ كل ده مش جاي في الامتحان بس لازم انا اراجع لك الحالات بتاعت اف الايه الاربعة. السكند كونديشنال بقى الباست سيمبل اللي بعد اف على طول. طب والفعل الثاني would وانفينيتيف. خد بالك يا حبيبي هنا يبقى باست سيمبل would وانفينيتيف. باست سيمبل ماضي بسيط would وانفينيتيف. طب حاجه تانية غير would؟ يا اما could يا اما might. بس ممكن حاجه تانية، ممكن استعمل had. بس هاد وراها نون، اوعى تحط بعد هاد بي ولا تبقى حاله ثالثه. ممكن هاد ونون والناحيه الثانيه ممكن وود وهاف ونون. وود وهاف ونون، مش وود وهاف وبي بي. واحد يقول لي لا انا مش فاهم. طب يلا ناخد مثال if he studied hard he would succeed. طب يا مستر فين الفعل الاول؟ studied باست سيمبل ماضي بسيط اخره اي دي. طب وفين الجواب الشرط؟ الفعل الثاني would وانفينيتيف. خلاص دي سهله ما بتجيش في الامتحان طبعا. دي اللي بتيجي في الامتحان اللي وراها على طول بقى if he had a lot of money. had بس had اللي جا وراها a lot of money noun، مش تصريف ثالث، مش past participle. يبقى لازم النص الثاني would have بس noun برضه، يبقى would have ايه؟ a villa. يبقى يعني لو هو كان معاه فلوس هيمتلك فيلا. يبقى if he had a lot of money he would have a villa. طب الثيرد كونديشنال ايه؟ الثيرد كونديشنال فيها التصريف الثالث الباست بارتيسيبل. عشان كده سموها الحاله الثالثه ثيرد كونديشنال عشان فيها تصريف ثالث. ايوه فعلا. يلا يا جماعه نشوف مع بعض if had بي would have بي. كلنا حافظينها if had بي would have بي. would have وايه؟ would have وبي مش would have ونون. طب وهاد وايه؟ هاد وبي بي مش هاد ونون. اصل لو هاد ونون تبقى الحاله الثانيه اللي فوق منها. ارجع على طول واكتب بالله عليكم، اكتبوا يا جماعه الملاحظات دي. يبقى هاد وبي بي would have وبي بي. اما هاد ونون would have ونون. بس ممكن استعمل هاد هاد يا شباب هنا برضو، ما ده باست بيرفكت ولازم يجي would have وبي بي. ناخد المثال if he had a lot of money he would have bought a villa.
يبقى هنا عندي الفعل الاولاني هاد. تمام يا مستر. تبقى الفعل التاني شكله ايه حبيبي؟ هيبقى وود وهاف وايه وبي بي. كل اللي انا قلته ده مش جاي في الامتحان. امال ايه اللي جاي بقى؟ المتوقع بنسبة 100%. ما يحل محل اف. ايه ده؟ هو في كلمات بتحل محل اف؟ ايوه والله في كلمات بتحل محل اف. يحل محل اف في 3 كلمات، يلا مع تغيير القاعدة طبعا، شود وير وهاد، بس كل واحدة لها قاعدتها. دي المتوقعة تيجي في الامتحان بقى. شود يجي وراها ايه؟ subject to infinitive مصدر، والناحية التانية subject would will أو would وinfinitive، تنفع will وتنفع would مع should. طب الأول نقول القواعد بتاعتهم وبعد كده حد سؤال. طب وير بتحل محل if، إيه اللي بيجي بعدها؟ subject to infinitive to. طب هنا should كان يجي infinitive بس، أما مع where تاخد to infinitive. طب والناحية التانية would وinfinitive، ما تنفعش will. تمام. طب يلا نشوف الحالة التالتة وبعد كده هنسأل بقى. هاد بتحل محل if، هاد. طب الفعل اللي وراها بي تصريف تالت. طب والنص التاني would وهاف وبي بي. حبيبي دلوقتي احنا عايزين نقول ان نحل محل if 3 كلمات، should ووير وهاد. امتى اختار should؟ لو الفعل اللي جه وراها infinitive. امتى اختار وير؟ to infinitive. امتى اختار هاد؟ لو في بي. ما تيجي نرجع بقى نشوف المثال اللي فوق. يلا بينا مع بعض في الحالة الأولى دي if he. يلا نشوف مع بعض المثال. if he studies hard he will succeed. شباب مين يعرف يشيل if من هنا؟ خلينا بس على المثال. مين يعرف يشيل if من هنا؟ نعمل عليها دايرة من فضلك ويحط مكانها should. ايوه فكروا يا شباب. اقول لي يا مستر طب حط لي بس القاعده قدام مني. حبيبي ما انا قلت لك شود انفينيتيف وبعد كده ويل او وود تنفع. نرجع تاني للمثال. يلا يا شباب عايز حد بقى يقولها لي. هشيل اف، نفكر مع بعض الاول بعد كده نكتبها واحط مكانها شود. يلا واحد يقولها لي. شود. ايوه هي ستادي. وهيقول لي يا استاذ بقى هي تاخد ستادي؟ المفروض اقول هي ستادي. حبيبي ما احنا اتفقنا مع شود انفينيتيف. شود هي ستادي هارد هي ويل سكسيد. يلا نروح كاتبينها بقى تحت هنا مع بعض. كاتبينها مع بعض كده. بدل شود هتبقى بدل هنا اف هحط شود، هتبقى شود هي ستادي هارد، هتبقى هي ويل سكسيد، او تنفع ود برضو. تمام. طيب عايزين نستعمل وير بقى. انا عايز حد شاطر بقى يقول لي بتاعت وير. وير اهي موجوده. where he to study. ودي المتوقعه تيجي في الامتحان. يدي لك يقول لك اختار should ولا اختار if ولا اختار وير ولا اختار had. اختار if ولا اختار should ولا اختار وير. اول ما الاقي to وانفينيتيف وانت مغمض اختار وير. حبيبي يبقى عرفنا وير subject to infinitive والنص التاني would والانفينيتيف. يبقى هتبقى الجمله where he. انا عايزك انت بقى تكتبها بنفسك بقى. where he to study hard he would succeed. طب نستعمل had. واحد يقول لي هو had هنا لو بدأت بيها الجمله معناها اذا يا حبيبي. ما هو should معناها اذا ووير معناها اذا وهاد برضو معناها اذا. طب يلا عايز حد بقى يقولها بهاد. اتفضل. فعلا هتبقى had he studied ده بي. had he studied hard he would have succeeded. would have succeeded. يبقى يا جماعة عرفنا دلوقتي بيحل محل اف كام حاجة؟ 3 حاجات. should where هتجيلنا في الامتحان باذن الله والمتوقعه بنسبه 100% السنه دي. والمتوقع اكتر واحده فيهم بتاعت وير. يا مستر امتى اختار وير؟ لو بدا الجمله قال لي اف ولا شود
ولا وير ولا هاد، اقول له حبيبي بص للفعل اللي وراهم على طول. الفعل اللي وراهم لو تو انفينيتيف اختار وير. طب يا مستر لو انفينيتيف، اقول لك لازم هو يكون لعب التركه بتاعته مع هي وشي وات ويحط انفينيتيف مثلا. ما احنا عارفين هي وشي وات بتاخد اس للفعل، جاب لك انفينيتيف معاهم يبقى على طول شود. طب جاب لك بي بي وعندك النص التاني في وود هاف وبي بي، يبقى لازم يبقى لازم هاد وبي بي. يبقى في عندك في نقطه برضو مهمه جدا اوعى تخدعك لما يدي لك في النص التاني وود هاف وما جابلكش بي بي. في الحاله دي تبقى حاله تانية مش حاله تالتة، يبقى باست سيمبل. اما امتى وود هاف وبي بي؟ وود هاف وبي بي لو عندك الفعل الاولاني هاد وايه وبي بي اللي هو باست ايه، باست بيرفكت. يلا بينا نشوف الصفحه اللي بعد كده، وعشان نعرف بس ايه الاكسرسايز اللي هناخده في اخر الايه الحصه بتاعتنا. يلا بينا يا شباب نبص مع بعض كده مرادفات اف. يعني ايه بقى السينونيمز بتاعت اف؟ مش احنا اخدنا من شويه ان بيحل محل اف 3 كلمات، شود ووير وهاد، مع تغيير القاعده. هنا بقى ايه مع عدم تغيير القاعده؟ يعني ايه؟ يعني ممكن اشيل اف واحط مكانها المرادف بتاعها ومعناها ونفس الكلام هو يحصل. ايه هي بقى مرادفات اف؟ اف بتساوي as long as، معناها اذا برضو، معناها provided that، معناها providing that، معناها in case. خلاص عرفنا يا شباب دلوقتي if بتساوي دولت ومفيش اي تغيير في القاعدة بتاعت if. ولكن لما اخدنا من شوية should وير وهاد، لا دولت كل واحدة كانت لهم قاعدة مهمة، وقلنا ان شاء الله هتيجي منهم واحدة في الامتحان، وبالاخص ركزوا لي شوية في بتاعت وير. يلا نشوف ايه عكس if يا جماعة. مضاد if ايه؟ unless، إذا لم. يبقى if عكسها إيه؟ unless. تمام. وunless على فكرة unless لها نفس قواعد if بالظبط، الحالة الصفرية والأولى والتانية والتالتة. جماعة تعالوا ناخد مثال. unless he studied hard he wouldn't pass the exam. معنى الجملة إذا لم يذاكر بجد هو سوف لا ينجح في الامتحان. مش أنا عندي الفعل studied؟ تمام، يبقى studied ده past simple. احنا عارفين لما بيجي بعد if باست سيمبل الناحيه الثانيه لازم يبقى فيها would وانفينيتيف. فعلا wouldn't pass، يبقى unless لها نفس قواعد if. يلا بينا نشوف مع بعض unless ممكن يحل محلها ايه بقى. احنا اخدنا من شويه if يحل محلها حاجات كتيره، should ووير وهاد، وعرفنا اخوات if مع عدم تغيير القاعده زي ما احنا قلنا as long as، provided that، وproviding that، وإن كيس. شباب نشوف بقى unless يحل محلها ايه؟ without او but for، وبيجي بعدهم فعل في الاي ان جي. ممكن يحل محلها كمان if it weren't for، ودي weren't هنا تعتبر الحالة التانية من if. انا عندي if اهو ووير، يبقى لازم النص التاني يبقى would وانفينيتيف. ممكن اقول if it hadn't been for، if it hadn't been for تحل محل برضو unless، بس النص التاني لازم يبقى فيها would وhave وبي بي. يا جماعة ناخد بالنا، يبقى يحل محل unless ايه؟ without but for if it weren't for لو الحالة التانية من if it hadn't been for لو الحالة التالتة من if. يعني عندي في النص التاني would have plus pp. يلا ناخد مثال يوضح الكلام ده. without studying hard he wouldn't succeed. احنا اتفقنا ايه اللي بيجي بعده without؟ ايوه فعل في الاي ان جي او النون. شطار. طب ايه اللي يحل محله without بقى؟ ما احنا قلنا without ممكن بقى يحل محلها ايه؟ if it weren't for او if it hadn't been for. يلا نشوف الجملة هنا عندي فيها wouldn't succeed، هتبقى if it weren't for. if it weren't for ويأتي بعدهم دولت فعل في الايه؟ في الاي ان جي. على فكرة يا شباب without معناها بدون، وبut for معناها بدون او لولا، وإف it weren't for وإف it hadn't been for زي without بالظبط. طب نشوف المثال الأخير ده. if it hadn't been for studying hard، يبقى if it hadn't been for إيه اللي بيجي وراها؟ أيوة فعل في الأي إن جي.
طب النص التاني لا، مع hadn't been دي يبقى لازم محتاج wouldn't have وايه وبي بي. if it hadn't been for studying hard he wouldn't have succeeded. عرفنا يا جماعة دلوقتي unless هي الانتونيم بتاع if، وعرفنا unless ممكن يحل محلها without او but for، او if it weren't for، او if it hadn't been for. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. لا تنسى اهم قاعدة في المنهج بقى، اهم قاعدة في المنهج وحطيناها لي في يونت 12 يا جماعة في اخر يونت، اللي هو الريبورتد سبيتش. ريبورتد سبيتش الكلام الغير مباشر. الحته اللي تهمني قوي في الامتحان ايه؟ بعد كلمات الاستفهام زي وات وير وهاو وكده بيجي الكلام بعد اسكد، تمام، وكلمات الاستفهام جمله خبريه. يعني ايه جمله خبريه؟ يعني subject وverb، اي فاعل ثم فعل. لا نقولها تاني، ما خدتوش بالكم انتم. لما يكون عندي اسكد وكلمة استفهام زي وات أو وير أو وين، لازم بعدها جملة كاملة مترتبة subject و verb. تعال ناخد المثال. My father asked me. يلا نعمل دايرة على asked. asked هنا سأل، يبقى ده هيبقى سؤال غير مباشر. where أين. أول ما ألاقي كلمة استفهام حبيبي حط وراها جملة مترتبة. يعني إيه جملة مترتبة؟ يعني subject وفيرب، والفيرب لازم يبقى past. طب انه past يا ترى؟ انا عندي هنا previous day، الاقي كلمة previous day محتاجة معاها past perfect، يبقى عشان كده بنختار I had a been. يلا نقرا الجملة تاني. My father asked me where. ايه اللي هيجي بعد where؟ subject I. طب انا عايز past، يبقى had been ده past perfect. ليه يا مستر had been؟ اصل لما تلاقي كلمة previous day او the day before حط had be. طب نشوف الجملة اللي بعد كده، ودي المتوقعة تيجي في الامتحان. عمر told me that. اخبرني. هي told مضارع ولا ماضي؟ ماضي يا مستر، ما احنا اتفقنا الماضي يحب الماضي. يبقى عمر told me that he، ادي جملة خبرية بعد that، was traveling the following day. واحد يقول لي هي following day دي following day اول ما اشوفها يا حبيبي، اول ما تلاقي following day استعمل حاجة من اتنين، was او were ing او would وانفينيتيف. لا نقولها تاني دي. واحد يقول لي استاذ يعني الجمله اللي فاتت previous day او the day before، اقول له استعمل had be. دي مفاتيح للحل يا جماعه. اول ما الاقي previous day او the day before اختار على طول past perfect had be. ولكن لو لقيت the following day مفتاح لاختيارك was او were واي ان جي، لان اصل الجمله كانت present continuous وحولتها لpast continuous. جماعه ناخد بالنا بالله عليكم، بعد كلمات الاستفهام زي where بتبقى جمله كامله وزمانها ماضي. طالما عندك previous day حط past perfect. ولو كده عندك طبعا told وعندك that جمله خبريه برضو. بس following day ده مفتاح ان انا اختار was او were واي ان جي او would وانفينيتيف. يبقى following day بتحب حاجتين was او were واي ان جي او would وانفينيتيف. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده، معلومات سريعة بقى عشان ايه نخلص بيها الفيديو اللي طول معانا. معلش يا شباب سامحوني. It is said that. يقال ان عمر won the gold medal. يقال ان عمر كسب الميدالية الذهبية. يقال. طب انا لو عايز ابدأ بعمر، واحد يقول لي ايوه يا مستر دي فعلا مهمة، دي جت في امتحانات كتيرة قوي. يقول لك عمر is said. حبيبي اول ما تلاقي في الجملة عمر is said، عمر is ايه؟ is said، او عمر is thought، او عمر is believed، على طول حط بعدها to have plus pp. to have won the gold medal. يلا نقولها تاني. It is said that عمر won the gold medal. طب ابدأ بعمر. عمر is said to have won the gold medal. يعني لو عطلك في الامتحان بدأ الجملة بعمر is said وانت مغمض اختار to have وبي بي، انا بكررها تاني ان شاء الله هنلاقيها في الامتحان. عمر is said على طول وراها ايه؟ to have plus بي بي. تاني عمر is said، عمر is thought، عمر is believed،
عمر is expected حبيبي على طول to have won the gold medal. to have won. ملاحظة برضو سريعة جدا، لما تلاقي said، لما تلاقي told في الجملة، لما تلاقي asked، لما تلاقي promised، لما تلاقي inquired، على طول دولت بيحبوا من الباست ماضي. ليه يا مستر؟ اصل هو احنا اتفقنا اما الاقي said وتولد ما ده ماضي، asked ماضي، promised ماضي، inquired ماضي، الماضي يحب الماضي. طب يا جماعه لو لقيت asked وفي كلمه استفهام زي what، ما احنا اتفقنا دلوقتي بعد كلمه الاستفهام جمله مترتبه وزمانها ماضي وفيرب ايه في الباست. يبقى بعد كلمات الاستفهام زي what و where و when و how اوعى تنسى حط وراها السبجكت على طول. النقطه اللي بعد كده if you heat water، لو هتسخن الميه يقول لك اختار ويل ولا داز. يا حبيبي هختار داز ايت بويل. طب ليه مش ويل يا مستر؟ ما احنا بقول اف بتحب ويل حبيبي، دي الزيرو كونديشنال، الحاله الصفريه من التبريد والتسخين. احنا قلنا الحاله الصفريه في التبريد والتسخين والحقائق وخلط الالوان. الله، يبقى الحقائق بستعمل فيها ايه؟ بريزنت بريزنت، وفي حاله السؤال بحط يا دو يا ايه؟ يا داز. طب النقطه اللي بعد كده بقى باي وزمن في المستقبل، ودي متوقعة جدا في الامتحان بقى. باي معناها بحلول، بحلول العام القادم، بحلول سنة 2030. يبقى باي معناها بحلول وراها زمن في المستقبل، على طول بستعمل ويل وهاف وبي بي في حالة الاكتف الجملة مبنية للمعلوم، او ويل وهاف بين بلس بي بي لو الجملة مبنية للمجهول. احنا مش محتاجين بقى ندي امثلة كتير لان دي معلومات على السريع كده. نقول تاني بقى الكلام، باي وزمن في المستقبل اقول لك باي تومورو، ما تومورو ده مستقبل حبيبي، استعمل على طول ويل هاف بي بي او ويل هاف بين وبي بي لو الجمله مبنيه للمجهول. معلومه على السريع برضو، ايتش يجي بعدها اسم مفرد وفعل مفرد، اوعى تنساها دي. طب ايتش اوف ذا اسم جمع وفعل مفرد، يبقى مع ايتش دايما، مع ايتش دايما الفعل اللي وراها مفرد. طب هل تنفع every of؟ every ما تاخدش of خالص، يبقى every ما يجيش بعدها of خالص، اللي بيجي بعدها of اللي هي each. يبقى لا نستخدم of بعد every. دي معلومات سريعة كده عشان تعرف ايه في اللي تشوز، تبقى الامور بالنسبة لك تبقى سهلة. طرق الاقتراح سريعة جدا. what about، how about وراها ing. have you considered، ودي المتوقعة تيجي في الامتحان بقى. have you considered، have you considered وراها ing. what about، how about، have you considered، have you thought about. خد بالك thought بتاخد about، والاتنين معناهم زي بعض. have you considered و have you thought about معناهم هل فكرت فيه. I suggest و I recommend يأتي بعدهم فعل في الاي ان جي. بالله عليكم ركزوا يا جماعة في الاقتراح. what about، how about، have you considered، have you thought about، I suggest و I recommend يجي وراهم على طول فعل في الاي ان جي. وأنه المتوقعة في امتحان السنة دي have you considered. ادي المثال عندك، يلا من فضلكم اقروا معايا كده. have you considered traveling abroad معناها هل فكرت في السفر للخارج. طب ممكن اقول have you thought about، طبعا نفس الكلام. ممكن اقول what about، ممكن اقول how about، ممكن اقول I suggest. ايوه يا جماعه بس ناخد بالنا ان كلمه considered شوف كررتها 3 مرات بياتي بعدها فعل في الاي ان جي. برضو من طرق الاقتراح why don't you، let's، shall we could وراهم infinitive دول يا جماعه. ممكن اقول why don't you travel abroad، لما لا تسافر للخارج. نفس الجمله اللي فوق دي اللي have you considered. have you considered بيجي وراها فعل في الاي ان جي، ولكن why don't you بيجي وراها فعل في الانفينيتيف في المصدر. يلا بينا نشوف الملاحظه السريعه دي كمان. جماعه لو الجمله فيها ووز وبيكوز، العيال كلها حافظينها بقى. يقول لي يا مستر ووز وبيكوز وفتره زمنيه، اقول له يقول لي خد الباست بيرفكت كونتينوس على طول، هات بينه اي ان جي. لا دي ملاحظه سريعه عشان ان شاء الله لما تجينا في الامتحان نبقى عارفين. لو بدات الجمله لو فيها ووز وعندك في نص الجمله بيكوز وفي اخرها فتره زمنيه، هختار ايه يا مستر من الاختيارات الاربعه؟
حبيبي اختار هات بين واي ان جي. يبقى احفظها كده، ووز وبيكوز وفترة زمنية، ووز وبيكوز وفترة زمنية لو اتجمعوا في جملة واحدة يبقى لازم زمن الجملة past perfect continuous had been وفعل في الاي ان جي. يلا ناخد المثال اللي معانا دلوقتي. I was tired yesterday، انا كنت تعبان امبارح because جات لك because وعندك was في الاول. I had been working all day لان واحد يقول لي was وبيكوز وفترة زمنية في آخر الجملة، أختار هات بن وأي إن جي، وأوعى تنساها وافتكرها كده وأنت رايح الصبح الامتحان. ووز وبيكوز وفترة زمنية على طول أختار هات بن وأي إن جي. يلا نشوف مع بعض الصفحة قبل الأخيرة، أو دي الصفحة الأخيرة إن شاء الله، اللي هي خد بالك من الكلمات التي تعامل مفرد. هو كلمة أثلاتكس معناها الألعاب الرياضية، مفرد ولا جمع؟ مفرد، تاخد إز. جيمناستكس تاخد إز. نيوز تاخد إز. انفورميشن تاخد إز برضو. جماعة حاجات ياما قوي انتوا عارفينها. باجج ولاجج حقائب السفر. ماشينري آلات. جولري مجوهرات. كلوذينج ملبس. equipment معدات. يا جماعه دي تعمل مفرد. وايضا كلمه فرنيتشر، كلمات ياما قوي بصراحه انتم عارفينها تعامل مفرد، يعني تاخد از. هي كلمه فرنيتشر يعني موبيليا، تاخد از. ايوه طبعا. طب نشوف المثال اللي معانا. اثليتكس از ولا ار ولا وود ولا ماست؟ ماي فيفورت سبورت. جماعه اثليتكس تعمل مفرد، يجي بعدها إذ على طول. اوعى تنسى الكلمات التي تعامل مفرد. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده، الادجكتيف والنون بقى. الادجكتيف الصفة والنون الاسم. مستر صبري is 1.85 meters tall، يعني مستر صبري طوله 185. 1 و185 يعني 1.85 من 100 مترز طول. طب هنا عندي طول يا جماعة، طول. طب لو قلت إن ونفس الجملة، إن بيجي وراها النون. طب إيه النون من طول؟ هايت. واحد يقول لي لا أنا ما أعرفش النون من طول هايت. أقول له حبيبي لا، احفظ بس الكم صفة دولت هم اللي دايما بيجوا في الامتحان. لونج هتبقى in length. deep in depth. wide in width. suitable in suitability. بالله عليكم بالورقة والقلم كده ونحفظهم. يلا نشوف آخر حاجة بنتناولها في الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله. لا تنسى الأدوات الارتكلز. واحد يقول لي ده كل سنة بتيجي في الامتحان الآ والآن والذا. حبيبي الآ والآن والذا دي من الحاجات اللي هي إيه بتكررت كتير فعلا في الامتحانات. الآ والآن والذا، أو يقول لك نو ارتكل. تعال ندردش مع بعض فيها كده شوية. إحنا أخدنا في الإعدادي أما أقول مثلا كتاب أقول a book، يبقى قلنا طيب لو قلنا مثلا برتقالة أقول an orange. هي أو أن معناهم إيه؟ معناهم واحد للمفرد. طب وذا أداة تعريف معناها بس أنا عايز أعلمكم حاجة. أنتوا كنتوا حافظين الأول يقول لك إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف كونسونانت ساكن، والآن لو كانت الكلمة مفرد تبدأ بحرف متحرك. الحروف المتحركة O A E I U. واحد يقول لي طب يا مستر كلمة مثلا يوروبيان أوروبي. يونيفرسيتي جامعة بدأ بحرف اليو، بس ما بحطش بحط أقول له يا حبيبي بص، إذا كان حرف اليو أو بداية الجملة نطقت يو حط حبيبي مش فاهم. أقول له استنى، كلمة جامعة يعني إيه؟ جامعة يونيفرسيتي. بدأنا قلنا يو، النطق بتاع أول كلمة يو. طالما النطق بتاع أول كلمة يو أحط يقول لي حتى لو بدأ بحرف متحرك. يعني كلمة يوروبيان بص اسمع كويس. يوروبيان بدأ بإي،
EU. طيب يا مستر احط ولا ان؟ احط يقول لي مش احنا كنا عارفين من زمان ان الكلمه اللي تبدا بحرف متحرك، الخمسه الحروف المتحركه A E I O U، احط قبلها ان؟ اقول له لا، في الثانوي ما بنتعاملش بالحروف المتحركه، بالاصوات المتحركه. يعني ايه مثلا؟ لو انا جيت قلت لك مثلا جامعه، اقول A University. مثلا بلد اوروبي A European country. طب يا مستر يبقى معنى كده لو الكلمه بدات ب EU او EW او يو تنطق يو، حط واحد يقول لي لا، قولها لي تاني كده بالراحه. اذا الكلمه بدات بحرفين EU او EW او يو تنطق يو، في الحاله دي بنحط عفوا. ولكن قدام الجمله اللي معانا دي يا جماعه، The Arab Republic of Egypt. طب ليه حطينا حبيبي؟ اما الاقي كلمه ريبابليك، ريبابليك، ما معنى ريبابليك؟ جمهوريه. الجمهوريه والولايات زي الولايات المتحده The United States of America، والمملكه Kingdom، لازم ياخدوا دي متوقعة تيجي في الامتحان. يبقى The Arab Republic of Egypt اللي هي اختصار جمهورية مصر العربية هتبقى The ARE. احنا كلنا حافظين امريكا The USA، بلدنا بقى The ARE. واحد يقول لي يبقى Republic وستيتس وكينجدم، مملكة، بحط لهم ايوه. طب الكلمات المعنوية تاخد نو ارتكل. المعنوية زي كلمة ايه؟ tolerance، تسامح، hatred، كراهية، اي كلمة معنوية. وايضا كلمة مثلا في عندي كلمة literature، الادب، literature، الادب العربي، الادب الانجليزي، نو ارتكل يا جماعة برضو. يبقى ناخد بالنا مين اللي بياخد نو ارتكل؟ الحاجات اللي هي معنوية زي tolerance، تسامح، hatred، الكراهية، literature، الادب، حاجات كلها ايه؟ كلمات معنويه. الحب والكراهيه والشجاعه، كل دي كلمات معنويه ما تاخدش اداه خالص او نو ارتكل. في السنين اللي فاتت جاب لهم وجاب لهم ان، وجات السنه اللي فاتت على فكره كلمه literature ولازم اختار نو ارتكل، سواء قلت Arabic literature او اي نوع من انواع الادب، الادب العربي، الادب الانجليزي، نو ارتكل، لان كلمه ليتريتشر لا تعد، يعني ما تاخدش اداه نو ارتكل. يبقى السنه دي ممكن نتوقع ان يجي لنا يجي لنا كلمه معنويه زي كلمه توليرانس، زي كلمه هيتريد، الكراهيه، زي كلمه الشجاعه كاريج. كل دي كلمات معنوية أحط قبلها نو ارتكل. يبقى نو ارتكل للحاجات المعنوية والحاجات اللي ما تتعدش. جماعة دي كانت مراجعة سريعة لأهم نقاط الجرامر معانا السنة دي. أتمنى إن نكون استفدنا. وبالله عليكم امسكوا كل نقطة أنا شرحتها بالقلم كده وحاولوا تلخصوا لنفسكم القواعد تاني. كل قاعدة نكتب كده يعني الرول بتاعتها، ونسمع الفيديو ده أكتر من مرة إن شاء الله، بحيث إن ما يفوتش مني ولا معلومة. أتمنى إن الامتحان ما يخرجش عن الكلمتين اللي احنا قلناهم في الفيديو بتاع النهارده. دي كانت اهم نقاط الجرامر، وان شاء الله في فيديو هعمله لكم تاني اهم 20 سؤال في القصه واهم كلمات المنهج كله، هعمل لكم الاثنين دولت في فيديو واحد ان شاء الله. معلش لو كنت طولت عليكم، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والقاكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ده على طول بتاع القصه والفوكاب واللانجوج نوتس.
وان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم برضو فيديو اخير، الفيديو الثالث ده اهم الاسئله المتوقعه في الامتحان. هحل معاكم تقريبا حوالي امتحانين شاملين من الالف الى الياء، اتمنى ما يخرجش منهم امتحان اخر العام. حتى نلتقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.